اهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في حصه جديده من برنامج المريخ الرياضي على امواج راديو مارس. حلقه خاصه بنادي الرجاء الرياضي وبضيف ديالنا سي عادل هلا رئيس نادي الرجاء الرياضي. معكم ايوب بصري في التقديم، طارق الدروري في الاخراج، معنا اليوم ايضا في اللايف نبيل رفيق. تحيه للطاقم التقني كامل. رحبوا بليكيب تيب البرنامج. اهلا بك سي محمد الروحلي. مرحبا سي ايوب، تحيه للمستمعين الكرام. مرحبا جمال السطيفي. اهلا. مرحبا بك ايوب، مرحبا بالروحلي السوادي والضيف ديالك الكريم. مرحبا عبد الحق السوادي. مرحبا بايوب، مرحبا بالحضور الكريم، كما كنفني مستمعات ومستمعي راديو مارس. نرحبوا بالضيف ديالنا السي عادل هلا رئيس نادي الرجاء الرياضي. مرحبا بك معنا على امواج راديو مارس. شكرا سي ايوب وشكرا على الاستضافه. مرحبا. اول نقطه غنمشيو لها بزاف، كاينين بزاف ديال لي بوين، نحاولوا نمشيو كل شابيتر بوحدو حتى الله ما يتقال في هذه الحلقه ديال اليوم. غير بدايه سي عادل، اول حاجه ما علنا انك تكون حاضر معنا، بزاف ديال كومونتير جاونا ميساج على السلامه. علاش ما كانش تواصل من بعد ما خديتي الرئاسه؟ واش كان اختيار ديالكم او شنو؟ علاش تبدل دابا الاستراتيجيه وكان اول حضور او ظهور اعلامي؟ سي ايوب، هو بالنسبه للتواصل، هو حنا كمكتب كنشتغلوا في اطار واحد الاستراتيجيه واضحه. ملي كيكون عندنا مستجدات التواصل، حنا درنا تواصل مؤسساتيا. مؤخرا كان هناك لقاء تواصلي مع اللجنه الاستشاريه داخل مؤسسه نادي الرجاء الرياضي المشكله من الرؤساء القدامى، وثانيا كان هناك لقاء تواصلي مع المنخرطين اللي وضعنا فيه مؤسسه المنخرط في الصوره الحقيقيه والراهنه ديال نادي الرجاء الرياضي. والان جا الدور على التواصل مع الراي العام الرجاوي والجمهور ديالنا خصوصا. كمدخل وضعيه كامله شامله لفريق الرجاء الرياضي، فين نقدروا نصنفوه حاليا؟ مزيانه، ما مزياناش، مطمئنه، ماشي مطمئنه؟ الوضعيه مزيانه. كنعرفوا انه اصعب شيء دائما كيكون هو تدبير مراحل ما بعد النجاح. النادي الموسم الماضي حقق الازدواجيه، يعني 100% من الاهداف الرياضيه، بغض النظر على الظروف الاستثنائيه اللي كيعيشها النادي واللي نقدروا نتطرقوا للتفاصيل ديالها لاحقا. كان من المتوقع انه المرحله ما بعد نهايه البطوله الكاس كان متوقعا انها ستكون مرحله صعبه بناء على المعطيات اللي كانت عندنا المتعلقه بالوضعيه الماليه للنادي، وضعيه النزاعات ومشاكل اخرى. نحن بصدد تدبيرها بكل حكامه من اجل ايصال النادي الى بر الامان وضمان انطلاقه جيده للموسم القادم. يعني في هذه النقطه قلتي ان هذا الامر كان متوقع، يعني ما عندوش علاقه بالشونجمون اللي كان في الطاقم التسييري ولا شي حاجه، كان معروف قبل. طبعا كان متوقع، ونقدروا ندخلوا في التفاصيل الا بغيتي. جينيراليزيو بعدا الوضعيه الماليه حاليا فين وصلت؟ نقدروا نقولوا نبداو بالفلوس ياك اخوان. فين وصلت دابا الديون ديال نادي الرجاء؟ الليتيج، نوضحوا للناس، نحطوا الصوره الماليه ديال الرجاء. مرحبا. بالنسبه للوضعيه الماليه، لا يخفى عليكم، الجميع يعلم انه السنه الماضيه، الموسم الماضي، او لا قبل بدايه الموسم الماضي، بعد انتخاب المكتب المديري الحالي في شهر ماي 2023، كان عندنا برنامج عمل مسطر واضح المعالم، واحد الاستراتيجيه اللي كانت واقعيه، انه كيف يمكن لنا كمجموعه ان نصحح المسار ونبني النجاح. هذا هو الشعار ديالنا كمكتب مدير. الا انه كانت هناك واحد القوه قاهره التي لم تكن في الحسبان. شنو هي القوه القاهره؟ دابا حنا كندويو في الشق المالي. مزيان. هي غلق مركب محمد الخامس. غلق مركب محمد الخامس يعني يشكل لنا واحد الخساره كتراوح اليوم ما بين 25 مليون و 28 مليون ديال الدرهم. هذه خسائر ماليه اللي حنا كنا بانيين المشروع ديالنا عليها، وكنعتمدوا على هذه المداخيل من اجل خلق واحد الموازنه ماليه اللي منها جزء كبير كان سيخصص لدفع هذه النزاعات اللي كنا كنتوقعوا انها ستكون اكزيجيبل في هذا الصيف. دونك هنا كان اكراه مالي كبير جدا. الا انه بعد هذه القوه القاهره كان لازم علينا انه ننسجموا مع الامر الواقع، انه اغلبيه المقابلات ديالنا شفتوا انه كانوا بدون جمهور، وحتى المقابلات اللي دخلنا كانت عندنا واحد مسموح لنا بواحد الطاقه استيعابيه لا تتعدى 3000 متفرج. دونك بقى التركيز على الشق الرياضي، لانه الفريق كان كيحقق نتائج ايجابيه في البطوله والكاس، فبقى التركيز كامل على الاهداف الرياضيه المسطره سابقا، واللي انهيناها في نهايه الموسم بتحقيق الازدواجيه بالرغم من الاكراهات الماليه اللي كانت عندنا. هذه الاكراهات الماليه اللي كانت عندنا الموسم الماضي
راه كانت صعيبه بزاف، لانه كانوا عندنا مداخيل قليله وكانوا عندنا مصاريف اكثر. ملي كتكون عندك مجموعه تتنافس على تحقيق اللقب، كمسؤول كمكتب مديري خاصك تسخر جميع الامكانيات ديالك الطاقات ديالك من اجل تحفيز اللاعبين، الطاقم التقني وجميع العناصر المتداخله في هذه المنظومه من اجل السير قدما في تحقيق هذيك الالقاب اللي الجمهور ديالنا كان متعطشا اليها. وهذا بالفعل ما تم. نعطيك واحد المثال. نعم. باش تخلي لو جروب غادي خاصك تخلق معاه واحد الجو من الثقه المتبادله ما بين الطاقم التقني واللاعبين والمسيرين. هذه الثقه المتبادله كتاتي من جوج ديال الحوايج اللي هي الاحترام اولا، وثانيا المصداقيه في الوعود. انه ملي كنا كنجلسوا مع اللاعبين اللي من حقهم انهم كانوا كيطالبوا المستحقات ديالهم لانهم عندهم عقود ساريه مفعول، وهما تا هما كيعتبروا بانهم المساله ديال القوه القاهره لا تعنيهم من واحد الناحيه، هذا مسؤوليه المسير. مع ذلك لقينا واحد الارضيه ديال التفاهم، انه حنا كمكتب التزمنا بتاديه جميع المنح المقابلات بالرغم من الضائقه الماليه، بالرغم انه كنلعبوا بدون جمهور. يعني شنو كانوا كيتسالوا هما لي ترونش ديالهم، لي صالير ديالهم ومنح المقابلات. كنا كنديو لي صالير في الوقت، كيكون تاخير ديال اسبوع 5 ايام 6 ايام 10 ايام على بعضهم، ولكن كنديو الرواتب وكنديو منح المقابلات. كل مقابله كتلعب كنا حنا كمكتب عندنا واحد لوبجيكتيف، هو انه من بعد المقابله مباشره في خلال الاسبوع الجاي بعد المقابله كنديو منح المقابلات. علاش؟ باش نخليو لو جروب موتيفي ويبقى عنده داك لو فوكس على الاهداف الرياضيه ديالو، ونخليهم بعاد على الاكراهات الماليه. وكنت اعتقد بانه نجحنا بشكل كبير في هذه المساله هذه الى غايه نهايه الموسم. الى غايه نهايه الموسم لانه كل واحد فينا دار الدور ديالو. دونك هاد الاكراهات كلها اللي كانت كتشكل واحد الضغوطات كبيره، حنا تعاملنا معها برزانه بثبات، والله سبحانه وتعالى وفقنا، والنتائج راه في اخر الموسم بانت انه حققنا الازدواجيه. نعم. ما يتعلق بنهايه الموسم، ولكن هذه الاشكاليات الماليه اللاعبين واحد الوقت بداو كيطالبوا في الصيف، كانت يعني بعد نهايه الموسم. نهايه الموسم نوضحها معك. بعد نهايه الموسم كونتيت اللاعبين طبعا. مزيان. دونك بعد نهايه الموسم كهو متعارف عليه، اللاعب كيطالبك بالاشطور ديالو. مزيان. حنا بعد ما نهايه الموسم حصل ما حصل لسي محمد بودريقه، حنا اصلا الموسم تقريبا من شهر دجنبر ولا من شهر يناير ديال 2024 وحنا كنسيروا في اطار الحاله الشاذه. شكون واقعيين، ما كانت عندنا ظروف استثنائيه في التسيير. مزيان. دونك في الصيف اللاعبين طلبوا المستحقات ديالهم. في الصيف كذلك شحال المجموع ديال المطالب؟ شحال خاصكم تخلصوا في المجموع؟ دابا كل لاعب كان عندنا معاه تسويه معينه. مزيان. ولكن في نفس الوقت عندنا اكراهات ديال المنع. دابا كنوع على الصيف اللي حنا فيه دابا. مزيان. عندك الاشطور ديال اللاعبين، عندك المنح المتعلقه العالقه ديالهم، وعندك كذلك المنع اللي عندنا دابا على المستوى الدولي والمستوى المحلي. فيما يخص المنع غنفتحوا واحد القوس باش نشرحوه مزيان باش الجميع انه يفهم طبيعه هذا المنع وشنو اللي خلاه يوصل لهذا المبلغ هذا وعلاش ولا اشكاليه الان وما كانش اشكاليه في الماضي. حنا نخليو المنع نبقاو في هذه النقطه ديال لي جور، حيت في الصيف كان البعض غادي يمشي وكيخصهم تخلصوا بعض اللعابه. بقاو في لي جور، حنا غنمشيو ابري. لا حيت هذا الشيء دابا كله متداخل، ما يمكنش دابا حنا في الصيف بعد نهايه الموسم مباشره اشنو وقع للطاقم التقني؟ انه الطاقم التقني قدم الاستقاله ديالو اللي كان مع زيمباور. كان تقديم استقاله بيان سور. كان تقديم استقاله ديال فاضلو المساعد المدرب، وكان قبل ذلك كان رحيل ديال مدرب الحراس، وكان كذلك الاستقاله ديال المساعد الثاني ومحلل الاداء. هادو 4 مشاو. دونك حنا دابا بدينا كندخلوا في الاشياء الاستثنائيه اللي ما كناش كنتوقعوها. هذا الشق الاول. يعني اللي فهمت منك انه كان توجه انه غيبقى زيمباور والطاقم ديالو ترونكيل. صح. شوف هو التوجه اللي كان باش نكونوا واقعيين. كيجي عندك مدرب ياك كيحقق معك نتائج، كتطلع السومه ديالو في السوق الرياضيه. يعني انت كمسير ما يمكنش تبقى في دار غفلون وما ديرش لو بلان بي ولا لو بلان سي، خاص تكون تستابق الاحداث. حنا كان عندنا واحد الاحساس بانه زيمباور
غادي يدير جوج ديال الحوايج بعد نهايه البطوله. يا اما غادي يجلس المكتب المديري وغادي يطلب تحسين لو مونتاج فينونسي ديالو العقد، او انه يقدر يتوصل بعروض وغادي يسدد لنا الشرط الجزائي اللي كاين في العقد وغادي يمشي. هادو هما الاحتمالات اللي كانت. في هذا الصدد كان اشتغال مسبق على انه نبحثوا على لو بلان بي ولو بلان سي على حساب كيف ستتطور الامور. مزيان. دونك هذا الشيء اللي حصل بعد نهايه الموسم. اضيف الى ذلك مطالبه ديال اللاعبين بالاشطور ديالهم، اضيف الى ذلك يعني محاوله تسويه ملف النزاعات. دونك احنا ما كناش كنشتغلوا على شيء واحد، وانما هي مجموعه من الاشياء اللي كنشتغلوا عليها في نفس الوقت، وكنحاولوا انه نشتغلوا عليها كيف ما قلت لك بثبات برزانه وبحكمه من اجل تضييق هامش الخطا في هذه القرارات هذه. اوكي، حنا وصلنا الصيف، الموسم سالا، كان الهاجس طاقم تقني، اللاعبين كيطالبوا بالمستحقات ديالهم، وميم طون خصكم تلقاو تسويه مع مجموعه من اللاعبين السابقين اللي انا جاي اللاعبين السابقين كانوا هما التحديات الثلاثه اللي كانوا الرئيسيين. التحدي الاول اللي خلى الامور يعني حنا كيف ما قلت لك حنا الموسم كامل سيرنا في الوضع الاستثنائي. يعني هذه الاشياء كلها اللي حصلت بكل صراحه راه ما خلقاتش لنا حاله ديال استثنائيه ثانيه. حنا اعتبرناها بانه تتماشى مع الوضع اللي بدينا فيه من الاول. اول الاشكال اللي كان وهو عدم وضوح الموقف المدرب، لانه مشى في عطله قرب المستمع كلشي كيسول زيمباور. المدرب مشى في عطله على اساس انه يلتحق بالمجموعه قبل الانطلاق في المعسكر تونس. خلال هذا السفر ديالو بدا كيعطينا اشارات على انه ما مستعدش يرجع للمغرب، عنده عروض وباقي هو براسو ما عرفش شنو هما الاشارات مثلا. يعني ملي كتسولو امتى غادي ترجع، مثلا المدرب خصو يكون شريك ديالك، لانه قبل ما يمشي راه زيمباور راه كان بدا معنا البحث على لاعبين اللي يقدروا يجيو يقدموا الاضافه للفريق. بدا كيخطط معكم الموسم اللي موراه قبل نهايه الموسم فهمتي، قبل نهايه الموسم. وجميع اللاعبين تقريبا اللي تم الانتداب ديالهم او التعاقد معهم راه كان بالموافقه ديال زيمباور باستثناء لاعب واحد او اثنين. دونك هذه الاشاره كتخليك بانه كتقول بانه المدرب راه منسجم معك ومازال معك في المشروع ديال السنه الثانيه. مزيان. لكن منين سافر تغير الخطاب، انه مدرب ما بقاش معني بالمجموعه، ما بقاش معني بالبحث على مكامن الخصاص، يعني ما بقاش ذاك الحوار ديال المستقبل، ولينا كندويو على الوضعيه الماديه ديالو. بدا كيبحث بدرجه اولى على تحسين الوضع ديالو، هذا من حقه، لكن هذا حق اريد به باطل، لانه كان عنده توجه اخر وهو البحث على عرض مغري في مكان اخر. يعني احنا في هذه المرحله كنعتقد انه ضيعنا تقريبا واحد الاسبوعين يعني في انتظار تحديد وجهه. ولكن كانت عندكم مؤشرات انه غادي. صحيح، لانكم انتم بديتوا كتبحثوا على البديل. صحيح، هذا صحيح. يعني تقريبا نقدر نقول لك بعد ماشي فتره طويله بعد فوز الرجاء بديتوا كتقلبوا على البلان. الكلام صحيح، المؤشرات كانت واضحه انه صحيح، ولكن باش تاخذ القرار ما كانش بهذيك الطريقه السهله. علاش؟ لانه كان هناك عقد جاري. يعني المدرب ملي كتدوي معاه واش غادي يرجع ولا لا، كيجاوبك كيقول لك انا عندي عقد معك، اذا بغيتي تصيفطني خصني انا نخلص لك بيناتكم كلوز. خصني انا نخلص لك الشرط الجزائي. يعني حنا ماشي ما كناش في الوضعيه ديال انه نقولوا ليه ويلا ما جاوبتيناش دونك 48 اور سير سيدي في حالتك حنا نخلصوا لك الشرط الجزائي ديالك. لا، دونك حنا كنا مكرهين انه نصبروا ونتسناوه الى غايه اخر لحظه باش يحدد الوجهه ديالو، باش نعرفوا المآل ديال العقد اللي بيننا وبينه. امتى قرر امتى قرر ملي زاد عليه الضغط من الوحده؟ قرر في انا نجاوبك، قرر في يوم قبل الرحيل الى تونس، نهار قبل المعسكر. لانه قبل دار تدوينه كيقول انا مازلت مدربا، وديك الساعه خرجت الاخبار انه تعاقد معنا. لانه حنا كنا اتصلنا به وحاولنا نحدوا ليه موعد، وحاولنا نعطيوه رقم ديال الان فول اللي يعزل باش يرجع للمغرب باش انه يلتحق بالمجموعه. في هذيك اللحظه كان الجواب ديالو هو ديك التدوينه، وما خد القرار النهائي ديالو حتى اليوم قبل الذهاب الى تونس. يعني هذا الامباكت كامل اللي كان عندنا كان عكس على المجموعه، لانه حنا كنحاولوا انه ندخلوا في معسكر تدريبي معتقدين انه المدرب غادي يرجع، وحاولنا انه وكذلك انه كان كيشتغل على انتداب معوضين للطاقم التقني ديالو اللي مشى. ولكن بلاتي في هذه النقطه، الا كنتوا نتوما مثلا كنتوا غاديين مع الاستمراريه، علاش خليتوا الصطاف الاول غادر لي زادجوان ديالو؟ ما كانش عندنا اختيار،
هما قرروا قدموا الاستقاله، فهمتي، بناء على العقد اللي كاين. حنا كون بغينا نصيفطوا ما نخلصوا لهم مثلا 2 موا د صالير مثلا، ولا بغاو يمشيو هما يخلصوا لنا 2 موا د صالير. دون سو كا كانت اون ريزيلياسيون الى اكزاكتومون، هذا القرار ديالهم عادي. دابا هنا غندخلوا عاوتاني واحد القضيه، ملي كمسير كتبغي تناقش عقود ولا توقع عقود، كتحاول انه تقلل من هامش الخطا. الوضعيه ديال النادي بصفه عامه مابقاش كتسمح لنا انه نديروا دوك العقود اللي فيها دي كلوز اوبليغاتوار اللي هي كبيره، لانها هي من الاسباب ديال المشاكل اللي عندنا دابا. دونك في القضيه ديال زيمبابوي والطاقم ديالو كنا متحفظين شيئا ما انه غادي نديروا دي كلوز اللي النادي يقدر يسددها وما نخليوهاش تمشي ليتيج. لو انه كنا درنا ليه 700 ولا 800 الف دولار في العقد ديالو ربما كان يكون باقي معنا اليوم، ولكن كون ما زيمبابوي ما دارش مع الكره وبغينا نصيفطوه غنولي انا ملزم مثلا باداء 800 مليون ديال السنتيم. دونك فهمتي، هي سيف ذو حدين. دونك حنا حاولنا نشوفوا الاشياء اللي في المصلحه ديال النادي. على اي الطاقم التقني مشى، كان خاص بديل ذاك الوقت، كان خاص بديل، كان اتفاق مع مدرب اول. بلاتي كان اتفاق مع مدربين، مشى مدرب اول، كان العديد من المدربين، فهمتي، العديد من المدربين، الا انه ملي كتوقع عندك ظروف استثنائيه، دابا الامور كتبان سهله للناس، ولكن في الواقع ملي كتكون في كرسي المسؤوليه انت مسؤول، وكتكون عندك ظروف استثنائيه وعاجله، عندك معسكر تدريبي غادي يبدا في 24 ساعه، خاصك تقلب على شكون اللي غادي يمشي مع اللاعبين. هنا كنبغي نشكر بناء الدار، سي سعيد دغاي، هشام ابو شروان، محمد مديح، كذلك المعد البدني مديح اللي مشى بدون عقد، العقد ديالو سنه، عمر بن وانيس، وي صحيح، ولكن تم تجديد العقد ديالو. زعما باش نوضحوا اكثر يعني انه ساعه العقد ديالهم سالي، ونزيدك ومشاو ما مخلصينش صافي. دونك كان في ما تلقاش مشكل. دونك انا كنشكر الناس لانهم يعني ما خواوش بنادي الرجاء الرياضي في هذه المرحله الحرجه، وتحملوا معنا المسؤوليه ديال انهم جمعوا لو جروب ومشاو به لتونس الى غايه تعيين مدرب جديد. هنا جا القرار ديال شكون غتختاروا، جا وقت الاختيار ديالكم. صحيح، احنا كمكتب مديري جلسنا وشفنا الحاله ديالنا، الحاله الراهنه ماذا تستوجب. الحاله الراهنه كندويو على الان الوضعيه اللي فيها اللاعبين، الوضعيه اللي فيها النادي بصفه عامه، الوضعيه الماليه، الوضعيه القانونيه ديال بزاف ديال الاشياء. خصنا نقلبوا على ان بروفيل اللي يقدر يجي وبسرعه ينصهر في هذه الاجواء الاستثنائيه. لانه الا جبتي مثلا اولا الامكانيات الماليه ديالنا ما كتسمحش لنا نجيبوا مدرب عالمي الان، نكونوا واضحين. مدرب ديال 50 و60 و70 و80 و90 و100 مليون امر غير منطقي وماشي عالمي وخميه. انا هذا اسماء كطرح وصافي. مثلا انا ملي كنقول لك، انا ملي قلت لك المساله ديال عالمي، يعني المدرب مثلا اللي يدرب في كبريات الدوريات مثلا، او لا مر في كبريات الانديه سواء في البرتغال ولا اسبانيا ولا فرنسا ولا في الخليج ولا هذا. قلبتوا على مشروع مدرب يكون عنده بوتونسيال، حيت ملي كتبغي دير لو ريكروتمون في جميع المجالات راه كتشوف لو دومين ديكسبيرتيز ديال الانسان، وكتشوف كذلك الجانب الانساني فيه والعملي والشخصي، لانه خاصك انت تجيب العنصر اللي يقدر يندمج لك مع المجموعه في الحاله النفسيه والعقليه والماليه ديالها، فهمتي. دونك حنا في لي زونتروتيان ديالنا كنا كنبحثوا على هذا التوافق ما بين الخبره التقنيه، ما بين الشخصيه القويه، وما بين كذلك المرونه في التعامل مع الوضعيات الاستثنائيه اللي حنا فيها. دونك القرار تخذ باجماع المكتب المديري، جلسنا حطينا الاقتراحات اللي عندنا وتم التوافق جميعا انه فوضوا لي الامر انه نختار المدرب وتوكلنا على الله. كانت لجنه ولا غير الاعضاء؟ لا، اعضاء المكتب المديري. الاعضاء واش كان شي مسؤول تقني اختار معكم ولا لا؟ كان شوف اي واحد كيسير كيكونوا مع اعضاء المكتب المديري، وكل مسير كيكونوا عنده ناس المستشارين ديالو اللي كيشتغل معاهم. دابا كل مسير عنده شوف مساله عاديه، ما خاب من استشار. نقدر نهز التليفون نعيط واحد المدرب صديق ديالي او لا مدير تقني في واحد المكان معين او لا هذا، ونطرح عليه لي بروفيل ونقول له الله يجازيك بخير، اعطيني الراي ديالك في هاد لي سيفي اللي توصلت بهم، خذ واحد 24 ساعه دير واحد البحث وقول لي شنو مسائل عاديه. ما كانش الاداره الرياضيه لا شوف جمال، هنا ما غيبقاش تدبير احترافي. لا اسمع عندنا نطرح السؤال سي عادل، اسمح لي. تفضل. كنعرفوا انه بالنسبه لفريق بحجم الرجاء اكيد يكون مدير تقني، اكيد يكون مدير رياضي. وي هادو واش كان عندهم دور في عمليه الاختيار؟ يعني بالنسبه للمدرب كان استشاره.
انا غادي نجاوبك سي ايوب. دابا حنا كندوي في الاطار التدبير الاحترافي. دابا حنا شوق علينا نهايه الموسم، الطاقم التقني قدم الاستقاله، المدرب مشى، فينا لا غوليف؟ كاينش لا غوليف. شكون اللي غادي يجي يتحمل المسؤوليه؟ يعني حنا بقينا في واحد الفراغ. الاداره التقنيه ما كانش في ديك اللحظه كاع. كان سي محمد مديح بدوره انه كان كيقوم يعني عنده دوبل كاسكيت، يعني كيأدي مهام اللي هي بعض الوظائف ديال المدير التقني وكذلك مدير رياضي يعني، ولكن كان خصنا البديل اللي يجي يسد الفراغ. لذلك تقرر انه في المرحله القادمه نبحثوا على مدرب اللي كيف ما قلت لك في هذه الاشياء اللي كنا كنبحثوا عليها، اللي يقدر يجي وينصهر مع المجموعه بسرعه ياك، وكذلك حتى في الفلسفه ديال اللاعب ديالو تكون قريبه من الفلسفه اللي نزل زيمباور واللي انه اللاعبين انسجموا معها. وفي نفس السياق حاولنا انه نجنبوا هذه المساله لاحقا، ديال انه اذا هذا المدرب ما نجحش او لا قرر الرحيل ولا قررنا حنا نفسخوا معاه، على الاقل تبقى عندنا واحد لا غوليف في اطار انه عندنا واحد المجموعه التقنيه اللي فاهمه المجموعه اللي تقدر تاخذ بزمام الامر الى حين تدبير عاوتاني هذا الاشكال اذا طرح اللي ما كنتمناوش. دونك هذا هو التوجه اللي كان عندنا، وكنشوف هذه كلها كانت قرارات حاسمه تحت الضغوطات ديال الوقت، لانه الفريق دخل في مرحله الاستعداد في تونس. دونك كان خصنا ناخذوا قرارات في واحد المرحله زمنيه معينه ونتحملوا المسؤوليه ديالنا. حتى قبل من روزمير سمعنا راموفيتش، بونس كان هو الاسم. واش كان اتفاق ولا كان غير اسم مرشح تنشر في الاعلام وصافي؟ كان اسم مرشح. كان مرشح. كاينش هاد الهضره ديال لا قال لك هو قال لك ماشي اسم واحد اللي كان، قال لك مجموعه من الاسماء. الاسم ديال راموفيتش كان صافي الناس قالوا بريسك راجا، ميم دار تصريح قال انه كان اشكال ديال الطاقم ديالو، كان هو الامر اللي ما اتفقش معاه. لا ما كانش هادشي. لا شوف الديسيجن ميكين ملي كتبغي تاخذ واحد القرار معين كتاخذ واحد الورقه بحال هذه ياك، وكتسجل الملاحظات ديالك لي بلوس لي موان ومن بعد كتاخذ واحد القرار. اما مساله ديال الطاقم ولا هذا غير صحيحه. نعم. غنبقى معك قبل الفاصل دغيا بسرعه. علاش تم اختيار روزمير؟ باش عندنا نفتح حتى الاسئله، بغينا نبقاو في المدرب. حتى هي اختيار روزمير كيفاش كان؟ واش طريقه اللعب؟ واش علاش تختار هو؟ جاوبتك سي ايوب، قلت لك بانه بحثنا على مجموعه من الاشياء فهذا الشخص اللي غادي يجي يقدر يتحمل معنا المسؤوليه في هذه الظروف الاستثنائيه. انه بحثنا على الشخص اللي يقدر يجي ويندمج مع هذه المجموعه اللي عنده من الخبره وعنده من الفلسفه الكرويه، انه اللي كتشابه لو ستيل اللي كان عندنا، باش انه ينصهر بسرعه، وكذلك من الجانب الشخصي ومن الجانب العملي ديالو انه يقدر يتفاعل ويتعامل مع مجموعه مختلفه من اللاعبين، وانه يكون هو، لانه المدرب هو بالنسبه لنا احنا كنعتبره بانه جزء من المنظومه اللي خصو انه يعاوننا في اطار تدبير الفيستير. نعم. ناخذ فاصل اعلاني ونواصلوا دائما النقاش. مواصلين معكم برنامج مريخ الرياضي. الضيف ديالنا سي عادل هاله رئيس نادي الرجاء الرياضي، وايضا معنا ليكيب تيب سي الروحلي سي سطيفي وسي السوادي في الحصه ديال اليوم. اصبروا عندنا بزاف ديال لي كومونتير، انتدابات ديجيتال، اداره تقنيه، اللاعبين اللي مشى. اصبروا باقي ساعه ونص، نمشيو بشويه بشويه، حيت كل واحد عنده سؤال ديالو من جمهور الرجاء ومن الراي العام. حنكملوا هذه النقطه هذه بسرعه ديال المدرب بسرعه باش نمشيو للكوتي المالي متعلق بالليتيج، ثم نبقاو في الليتيج هو الاساسي. غير بالنسبه للمدرب باش نختموها، الستاف ديالو واش هو اللي اختاروا؟ ايضا قضيه الجناني، واش اقتراح ديالكم ديال من كيفاش الطاقم كامل ديال؟ شوف المدرب اختار الطاقم التقني ديالو، كان من الشروط ديالنا انه خص يكون عنده مساعد مدرب اللي ياسيوري لا باساسيون او كحصلت شي حاجه، باش ما نعاودوش نفس الخطا. فهمتي؟ مشى زيمباور، مشى الطاقم ديالو، ما لقيناش انه حتى اللي يكادري لي اللعابه حتى اون سيمين افون لو ديبار لتونس. دونك بالنسبه لسي جناني اعتقد بانه التكوين ديالو والخبره اللي عنده انه تشفع له باش انه يكون مساعد مدرب، وبالخصوص انه تماشى معنا في اطار التصور اللي عندنا. كيف ما قلت انا التصور ديالنا كان وهو تصحيح المسار وبناء. واش كانت اقتراحات اخرى ولا كان غير جناني بالنسبه لاداء الفريق؟ لا كانوا اقتراحات وحدين اخرين، درنا دي زونتروتيان ونا سيليكسيوني. دونك مساله عاديه ديال انه كنتمناو للطاقم التقني بالمناسبه التوفيق ان شاء الله. في جاب معاه شي واحد يدير لاناليز فيديو ديجا؟ وي جاب معاه مساعد وجاب معاه مدرب حراس وجاب معاه محلل اداء. انا غير كونسيرنون لو شوا ديال الجناني، انا هذا سي مون بوين دو في، كنعرفو مزيان، خدم في الدشيره، سي بريسك لا ميم فيلوزوفي كو زيمباور، سي لاتاك بلاسي، سي لو جو كور. غير هو بالنسبه لو شوا ديال هذا لونترينور كيستيون
لا سبيسيفيسيتي ديال الرجاء سي لو جو كور سي لو جو فونتيزي سي لو جو فير لافون تيكي تاكا غير الاشكال ديال لو شوا ديال لونترينور باش تاكدوا من انه قريب من لا فيلوزوفي ديال زيمباور لان تقريبا 90% ولا ما قلتش 100% ديال لي جوور بقاو دون سو كان نورمالمون خاص كيف قلتي ان اونترينور اللي غادي ينصهر في الخطه وفي لا فيلوزوفي ديال زيمباور. واش كان شي فيزيوناج ديال لي ماتش ديال لي كلوب اللي دراب اللي خلاكم انكم تجزموا في هذا المدرب هذا؟ انا نجاوبك السي سوادي بكل صدق انه في الناس اللي كدير لي زونتروتيان راه ملي كيجي عندك واحد كدير مع واحد لونتروتيان يقدر يدوي معاك ساعات المكانه ويقول لك داكشي اللي بغيتي تسمع اللي بغيتي تسمع يسمعك داكشي اللي بغيتي تسمع وغادي يقنعك بانه يستعمل معك الكلمات المفاتيح وهذا ويسمعك داكشي اللي بغيتي. هذا المدرب اخذ الوقت الكافي ديالو واحد المده وجيزه انه دار ان رابور ديتاي على ليكيب كامله وكان اكثر اقناعا من اي مدرب درنا معاه نقاش او حوار. يعني ملي كتشوف انه الى بخي لو طون في واحد الوقت ضيق ورجع وشاف لي ماتش ودار واحد تقييم اللاعبين وهذا كتشوف بانه الي انتريسي الي موتيفي بعكس انه ملي كدوي عن ان اونترينور اللي مثلا عنده واحد لو سيفي كبير ومعروف كتلقى بانه ما دارش حتى 5% ديفور باش يعرف هاد لي جوور اللي كاينين دابا وكيفاش ولي ستاتيستيك ديالهم وشكون هو المهم وشكون اللي ماشي مهم. كتشوف بانه شكون هو اللي انتريسي بور لوبورتونيتي شكون هو اللي اونغاجي. دونك هاد الاشياء تيخديناها بعين الاعتبار في اخذ هذا القرار هذا. شو دابا بالنسبه للناسيوناليتي ديالو يوغوسلاف الى ان بلج هو بوسني الاصل وبلجيكي يعني حيت لي بوسنياك تقريبا سي لا ميم فيلوزوفي سي لا ميم ستيل دو جو كو راجا سي لو جو كور تا هما سي لا ريجيون لا زون ديال لا يوغوسلافي وهذا جو كخوا كو هذا بارابور المدرب. شو دابا الفلوس ياك ديماراج فلوس مربط الفرس هو الموضوع الرئيسي دابا مباشره. شوف في نفس الوقت اللي حنا كندبروا فيه الملف ديال المدرب يعني بانه كنحاولوا نلقاو البديل ديال المدرب بدات كتسقط علينا الانذارات. كاين الانذار ديال 10 ايام كاين الانذار ديال 15 يوم. يعني يجب على النادي تأدية جميع المستحقات للاعب اللي صيفط لك الانذار والا غادي يصبح حر. شحال مجموعة فلوس ديال الليتيج تقريبا؟ نحسبها لك. المهم جاونا تقريبا واحد 4 الانذارات 4 ديال الانذارات اللي كان خصنا نخلصوا تقريبا واحد 900 مليون اللي كان خصها تخلص وكلها تخلصات في 10 جور. يعني لوبجيكتيف ديالنا كان لاعبين حاليين ولا سابقين؟ لاعبين حاليين. يعني عقود مستمره. شوف السابقين حنا جايين لهم دابا كندويو على الحاليين. الحاليين 900 وصافي 900 باقي اخرين زين. الحاليين كان انه من الاساس باش نعرفوا كان مصطفى مقدم دابا سالينا الشامبيونا كان الهدف ديالنا وهو الحفاظ على جميع الركائز ب 100% نظرا للاستحقاقات المقبله ووعيا منا بانه سيكون من الصعب تاهيل اللاعبين الجدد في اطار انه عندنا واحد المنع دولي ومحلي مزيان. مصطفى اسماعيل مقدم كان حتى هو دار لنا اون ميزون دومور طالب بالمستحقات الماليه ديالو. لحسن الحظ انه توفقنا باش نجيبوا ليه عرض فمشى في هذاك العرض وبالمقابل انه تسلم المستحقات الماليه ديالو من هذاك العرض اللي توصلنا وخلى لكم شي حاجه خلى لنا 3 مليون دو درهم 300 مليون ديال السنتيم مزيان. هذا من ناحيه. موهوب الفريق الروسي فعل الشرط الجزائي شحال اللي هو 18 مليون ديال الدرهم مليار و800 مزيان. بالنسبه للمكعازي حاولنا انه كيفاش فاعل ما فهمتش هاد النقطه. دابا موهوب عنده شرط يعني عنده في الكونترا ديالو كاين واحد الشرط الجزائي باش الا بغى يغادر يعني الفريق الروسي يعني اللاعب اللي فعلها لا الفريق اكزاكتومون لان الفريق كيفاش غيعرف صحيح. دونك 18 مليون ديال الدرهم كنتمناو ليه التوفيق من هذه المناسبه هذه ومسيره موفقه احترافيه ان شاء الله. دونك هادو هما الاكرارات اللي ولات عندنا. مشاو لينا 3 لاعبين اساسيين من المجموعه. كملتي شنا في مكعازي حاولنا انه نلقاو مع صيغه الا انه الطرفان ما اتفقناش على في الطريقه ديال انه كيفاش تاديه المستحقات ديالو. دونك كان القرار انه ما
ما نكملوش في هذيك الطريق، كنتمناو ليه واحد الموفق. بوزوق واش كانت نفس الحاله؟ بوزوق طبيعه الحال، بوزوق عطانا 10 ايام باعتباره لاعب دولي اللي كان المبلغ ديالو 336 مليون ديال السنتيم، اللي سددناها في اخر يوم، يعني ساعه قبل انقضاء الاجل. دونك والان جميع اللاعبين توصلوا بالمستحقات ديالهم. هذا كان هو لوبجيكتيف نيميرو 1. كنعتقد ان المكتب المديري توفق، وتوفقنا انه باش نلقاو وباش نفتحوا هذا القوس. راه هاد اللاعبين هادو اللي توصلوا بالمستحقات ديالهم راه فيها واحد الجزء كبير موارد ماليه شخصيه ديال عبد ربي وباقي اعضاء المكتب المديري. نكونوا واضحين في المساله هذه، لانه الامكانيات الماليه ديال النادي ما كانش كتسمح، ما كانش متوفره في هذاك الاجل الزمني ديال 10 يوم 15 يوم. لولا تدخل هاد الاعضاء ربما كنا نشوف واحد الجلسه ديال اللاعبين الليبر، لانه المؤسسه ما عندهاش في ذاك الوقت كان تاخر في التوصل ببعض الايرادات الماليه ديالنا. سمعت بوزوق حتى اخر لحظات، هذا اخر لحظه الى اخر يوم الفوتو فينيش. الفوتو فينيش. دونك هذا كان هو لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا وكنبغي نفتح قوس كذلك باش كنشكر مؤسسات المنخرط على الدعم ديالها المالي، لانه في ظل هذه الازمه التجأنا للمؤسسه ديال المنخرط اللي عاوناتنا ماليا في الالتزام والوفاء بهذه الالتزامات الماليه اللي كانت كتسنانا. يعني هنا اشتغلنا كعائله، كان الهم ديالنا الاول كمنظومه هو الحفاظ على الركائز، وكنعتقد بانه توفقنا بشكل كبير برغم الاكراهات في الحفاظ على الركائز ديالنا. دونك هذا هادشي مرتبط ما هو مالي باش هذا نكونوا متفقين نروح ليه. هذا هو لوبجيكتيف نيميرو 2. دابا كنشتغلوا على الاكراه الثالث اللي هو رفع المنع. ودابا هنا نقدروا نفصلوا، لانه شوف الجمهور من حقه يطالب بالانتدابات، ومن حقه يطمح باش يشوف الفريق ديالو في احسن المستويات. لكن بالمقابل احنا كمسيرين مع الجماهير ديالنا خصنا نتبناو واحد الخطاب ديال الصراحه والواقعيه. علاش؟ بصفه عامه المغرب اليوم كيف ما كيقول سيدنا الله ينصرو نحتاج الكثير من الجديه. الجديه ماشي خطاب شعبوي، الجديه في الاعمال، ونكونوا انه نكرسوا النظره ديال صاحب الجلاله في التدبير ديالنا للشؤون اللي كنسيروا، سواء رياضيه او لا سياسيه او لا ثقافيه. خصنا نكونوا ملتزمين بهذه الرؤيه هذه. دابا باش نشرحوا للجماهير ديالنا من حقها انها تطالب، هذا حق، من حقها انها تنتقد، كاين حتى شي اشكال. والمسير من الواجب عليه انه في الخطاب ديالو مع الجماهير انه يكون واضح ويكون صريح باش ما نبيعوش الوهم للناس. شنو هو هذا الوضوح انا غادي نجاوبك باش تروح لنا تدخل في هذه النقطه باش ما لا، انا نعطلوش. بغيت نهضر على المستقبل افق الجيل العام، لان كاين هذه الازمه الماليه، ولا اعتقد بان هناك مؤشرات بان الامور الماليه غتحل. انا جاي الجمعه نديروا على واحد لا دابا علاش؟ لان في افق التغيير اللي ممكن يشهدوا الرجاء. وبالمناسبه لابد نذكروا بالملاحظه الاساسيه بان التدبير كان تدبير موفق، لا اثناء الموسم ولا لحد الان. تدبير عقلاني صح، لان وفق الامكانيات المتوفره. ولكن المستقبل الان ديال الرجاء في افق هذه المعطيات اللي كيقول السي عادل، شنو المستقبل؟ لان المشاكل الماديه ما غاديش تحل ليله وضحاها. الجم العام جاي، البروفيل اللي خاصو يكون بالنسبه اللي غادي يقود المرحله الجايه ديال الرجاء، واش فعلا من داخل المنظومه ولا من خارجها. يعني هذه المعطيات كلها في افق. علاش المشاكل الماديه على مستوى الجمهور ما تكونش حلول كبيره؟ في احسن الاحوال غتلعب في الزاولي، ما غاديش يعطيك واحد الطاقه. انا نعطيك سيروح لي نعطيك الارقام بالضبط. الزاولي الطاقه الاستيعابيه ديالو 18600 مزيان. الا بعتها كل اليوم غتدخل لي 1 مليار ديال السنتيم مزيان في العام. بيعها مليار و100 ماكسيموم. المونك ديال دونك حنا مازال عندنا غيكون عندنا واحد العجز او خصاص من ايرادات الملعب تقدر في حوالي واحد 15 مليون ديال الدرهم. هذا زعما كنعطيكم ارقام يعني بكل واقعيه. ولكن اللهم مليار ولا والو ديال العام اللي فات. اييه بالمقارنه مع الالتزامات غتكون اكثر. بيان سور. دابا ندوي في الشق ديال الليتيج وصلنا للليتيج والمنع من التعاقدات فين وصل. صحيح. دابا حنا حاليا رجع معك باش الناس تعرف العمل اللي دار.
انا شخصيا في اطار ربما ما يعيب علي البعض والتواصل، انا كنحاول نتواصل وفق واحد الاستراتيجيه ملي يكون هناك متغير. كيف ما قلنا تواصلنا مع المجلس الاستشاري مع المنخرطين دابا نوضحوا الراي العام. هذا المكتب فجاه راه سددنا ما يقارب هادشي، حنا باقي ما عارفينش الملعب غيتسد. خلصنا تقريبا واحد 15 مليون ديال الدرهم ديال النزاعات في الصيف اللي فات. اييه في الصيف اللي فات. لو كنا عارفين بانه الملعب غادي يتسد ولا هذا، كنا هذوك النزاعات ربما كنا غنلقاو لهم اون فورمول ديفيرونت، فهمتي، ونخلي عندي ليسبيس لو كاش فلو في يديا بوغ جيري دي زوتر بروبليم. دونك حنا المهم تم اخذ القرار. كانوا بعض المبالغ اللي ما كانش فيها حتى شي حل، بحال سيف الدين العالمي، بحال الورفلي، بحال يعني هادو مبالغ مهمه اللي مشات باش تسدد نزاعات قديمه اللي كان ما كانش عندنا. كان ذاك المبلغ ربما يتم الاستثمار ديالو في اشياء اخرى، في الفريق الاول، في التكوين، في بزاف ديال الحوايج. خلصنا هذه المسائل هذه، وعلى طول السنه وحنا كنخلصوا في لي ليتيج. اخر ما تم تسويته هو في شهر 5 من اجل الحصول على الترخيص باش نشاركوا في عصبه الابطال الافريقيه. لاكاف كتقول لك انه على جميع الانديه المؤهله انها خصها تكون سوات جميع النزاعات المحكومه في حدود 31 شهر 3. في هذا التاريخ هذا كان علينا الزاما نخلصوا بن حليب، ونخلصوا يوسف غرب، ونخلصوا فريق الحزم السعودي، ونخلصوا فريق سان بيدرو. واش تغلبتوا عليها؟ خلصناها، دبرنا الموارد الماليه وخلصناها. يعني قبل 31 مارس اللي ما حاتش الدوسي ديالو قبل من بعد اي حكم ديال النزاع محكوم حكم نهائي خصو يتسوى قبل 31 مارس، خصو يتسوى قبل ما تشارك. هذوك فكيتو، هذوك خلصناهم في شهر 5 باش ناخذوا رخصه المشاركه. دابا خدينا رخصه المشاركه ديال النادي، دابا اجي نشوفوا شكون جا الليتيج اش حصل. دابا الجمهور خصو اللي يعرف واحد القضيه، حنا كمؤسسه نادي الرجاء الرياضي حنا مولفين بشي حاجه سميتها الازمه والليتيج، والمكتب اللي جا كان كيسوي هاد لي ليتيج. علاش؟ لانه كنا اش كنديروا، كان بحال شي مسكه وكنجروها نطولوها، كنمشيو في اطار الاستئنافات، في اطار البروتوكولات. الان الواقع تغير. علاش؟ لانه قانون النزاعات في المغرب تم تحيينه، موافقته مع قوانين الفيفا. اش كيقول القانون؟ اي حكم نهائي ياك بقاش عندك الحق تستأنفه في الدرجه الوسطى، وتجي تستأنفو سير المحكمه الرياضيه المغربيه، كتمشي يتم تاكيد الحكم، عندك 45 يوم للاداء. بالمختصر خلص، ما خلصتيش المنع من الانتدابات. دونك دابا شنو حصل عندنا حنا؟ ملي كتجي تشوف انه عندنا 3 مليار و200 تقريبا ولا 3 مليار و300 ديال النزاعات المحليه، وحنا كشوف حنا 3 مليار و200 تقريبا او لا اكثر. الا زدت على الفوائد ديال تاخر 5% وهذا غتبداو على واحد 3 مليار و300 ولا 3 مليار و350. حنا فاش جينا وبغينا نمشيو في ذاك الاطار ديال تصحيح المسار وبناء النجاح، ما بغيناش نبقاو نلتفتوا للوراء. علاش؟ لانه هذه واحد المؤسسه خصها تستمر، وما غاديش نبداو نقولوا شكون السبب في هذا الشيء وحنا عارفين شنو هو السبب. السبب متعلق بالطريقه ديال تدبير هذا النادي لسنوات كندوروا في نفس الفلك دائما وابدا. الازمه الماليه، النزاعات، فيفا، طاس، ليتيج ديما. دونك الان ديك الكره ديال الثلج وقع لها كبرات وصلت لواحد الفينيش لاين، وصلت دابا الان لخط النهايه. دابا 3 مليار و200 الا بغينا نخلصوها دابا كتجي تشوف كتلقى كلها الاغلبيه ديالها تقريبا بواحد 99 95% كلها من مراحل تدبيريه سابقه. على اي دابا حنا كمؤسسه ماشي كاشخاص، كمؤسسه المشكل اللي عندنا هو كيفاش نلقاو حل لهذا المشكل ديال هاد النزاعات. هادو غير المحليه فقط، غير المحليه اللي صبحت كلها اكزيجيبل، خاصك تخلصها في هذا الصيف الا بغيتي تسجل لاعبين الجدد. خصنا نوعاو
بانه اللي وصلنا لهذا المبلغ على المستوى المحلي هو الطريقه ديال التدبير ديالنا كمؤسسه كمنظومه. انا ما كنلوم حتى شي واحد، مسؤوليه مشتركه. دابا خصنا نلقاو حل بطريقه توافقيه وجماعيه، نلقاو الحل نظرا للامكانيات الحاليه والموارد الماليه ديال النادي. حنا كنبحثوا على صيغ توافقيه مع المتنازع معهم من اجل تسويه هذه الملفات. هنا نفتح هذا القوس، انا ما غندوي على حتى شي نادي اخر ولا نادي رجاء الرياضي. هذا الاشكال راه هو ماشي حنا فقط الاستثناء، هذا اصبح آفة كرويه ملتزمه مع مجموعه من الانديه المغربيه. دونك المشكل راه ماشي فقط في نادي الرجاء الرياضي، وانما هو مشكل عام. الا جيتوا تشوفوا اللائحه ديال الانديه اللي عندها نزاعات او النزاعات اللي مازال اونكور اللي جايه، راه الصوره كارثيه. دابا حنا كنادي عندنا جانب من المسؤوليه، فيما آلت اليه الامور، لكن المسؤوليه راه كتبقى مشتركه. لانه في هذه السنوات الاخيره، والسي جمال الا قدرتي تفيد في هذا الموضوع هذا، والسي روح لي والسي السوادي، كيفاش كانت تدبر الامور؟ كان انه نادي عنده مجموعه من النزاعات، كتجي اللجنه ديال مراقبه الانديه وكتدير التلخيص ديالها والقرارات ديالها لي سانتيز ديالها، كتقول لك هذا النادي ما يمكنش ليه ينتدب، ولكن نسمح ليه ينتدب اذا عطاني الضمانات. دونك كنا كنجيو كدير ان بي في كتكتب فيه بانه من هذه المنحه ديال هذا لو سبونسور ولا المداخيل ديال التيران ولا هذا غادي جماعه والى ذلك، الجماعه بانه سوف ولا النقل التلفازي وهذا، وغادي نحيدوا لي ليتيج. اللي كان كيحصل هو انه داك الشيء ما كانش كيتحيد، وبقى داك التراكمات. اليوم تغير القانون، اصبح هذا الشيء عندك 45 يوم خصك تخلصوا. دونك هنا انا في الاعتقاد ديالي الكره وقفت عندكم، وقفت عندنا وعند جميع الانديه. دونك دابا حنا باش تلقى الحل، لانه اللي خلق هذا الاشكال كامل هو جميع الاطراف متداخله في العمليه، باش نكونوا واضحين. واحد التساهل، كان واحد التساهل بموضوعيه، لانه ما استفدناش من التجارب السابقه، لانه حنا سنوات حنا ما كناخذوش منحه نقل التلفازي لانها كانت مخصصه. انا نسهل عليك السي عادل، تفضل. دابا كاين واحد المطلب، كان هذه تقريبا واحد السنه مجموعه الانديه اللي عندها التراكم ديال الديون، انا قدمت طلب للجامعه باش يمسحوا السبوره ونبداو عهد جديد. واش الرجاء مع هذا المطلب ويمكن تزعموا على الصعيد الوطني؟ كيف زعما الجامعه تخلص هادشي كامل؟ ما جيتي با او كون بهذا المطلب هذا. كانت هذا المطلب وكانت معارضه، معارضه من الفرق اللي قال ديالي ما عندناش ليتيج. حنا ما درناش ليتيج نخلصوا. علاش حنا قلنا كاين الفروق السي روح اللي كيقول لك حنا تلميذ مجتهد، صح؟ لا ولكن هذا المجتهد تناقش. لا غير اسمح لي هذا الحق، هذا المجتهد تناقش. المجتهد راه عندك الكفر عامر. غير بغيت نقول واحد القضيه. جاوبك. هو رحنا كنا قلنا كاين انديه مدعمه وحده معدمه، كاينين. دابا غير واش الرجاء بحكم يعني المكانه ديالها والمرجعيه ديالها والقيمه ديالها يمكن نعاود هذا النقاش على الصعيد الوطني تزعموا باضافه الانديه للاغلبيه السحاقه متضرره. واش كاين ممكن تكون هذه الخطوه في هذا الاتجاه؟ شوف هذا السي روح باش نكونوا موضوعيين ونكونوا واقعيين، الحل ديال هاد اللي هادو اللي كاينين دابا من الانديه بوحده مستحيل انها تقدر تلتزم به. على المستوى الوطني احنا دابا عندنا تقريبا ما يقارب 850 مليون ديال السنتيم نزاعات دوليه في الفيفا والطاس اللي خصنا نخلصوها. المجموع 4 وشي حاجه 45 مليون 4 مليار و500. دابا حنا كنكتب نشتغل بانه ان شاء الله غادي نسويو النزاعات الدوليه، لانه ملي كتبغي تشتغل الحلول راه خصك تمشي ايطاب باغ ايطاب. دابا النزاعات الدوليه، علاش النزاعات الدوليه هي الاولى خصها تحيد؟ لانه ما عندك مع من ندوي في فيفا ولا طاس حتى واحد ما غيشوفك، خلص ولا ما غنحيدوش لك الانترديكسيون. واضحين. محليا الانديه صعيب انها تلقى في الوضع الحالي الامكانيات الماليه باش تسدد هذا. دونك تدخل المؤسسات وتدخل كذلك المجالس المنتخبه في هذا الموضوع هذا امر اساسي وضروري باش نلقاو حل، الا انه باش ما نعاودوش عاوتاني من عامين ولا 3 سنين نعاودوا نرجعوا لنفس الوضعيه. اذا كانت هناك حلول او مساعدات في تصفيه الديون خصنا ضروري ارساء دعائم الحكمه والمحاسبه ودفتر تحملات واضح. اللي دار شي خطا في التدبير ديالو او اللي دار شي عقد كارثي
وكيلزم به النادي ديالو كيمشي خصو يديه، لانه هاد اللعابات استمر لسنوات وهو اللي كان عائق اساسي. علاش دابا نقول لك واحد القضيه، علاش هو العائق الاساسي علاش ما تطورش الانديه ديالنا؟ دابا حنا اليوم كاين فرق كبير ما بين الكره المغربيه والكره الوطنيه. ملي كتجي تشوف المنتخبات وكتجي تشوف النتائج وهذا غادي تقول لي اياه كنعتمدوا على المغاربه المكونين صحيح. وكنعتقد بانه السياسه ديالنا الان في اطار هذا البرنامج الجديد ديال التكوين وديال احتضان الشباب من طرف الجامعه ومن طرف المكتب الشريف فوسفات في اطار الصندوق ديال الدعم اللي غادي يكون. الهدف ديالو هو استنساخ هذه التجربه اللي كاينه الان ديال التكوين ديال الشبان على مستوى المنتخبات نديروها في المغرب باش انه نجوا لاعبين باش نسوقوا الكره المغربيه. دونك الكره الوطنيه فين هي من هادشي كامل؟ شنو الاسباب اللي خلاتنا انه متاخرين اقليميا وقاريا؟ علاش؟ هذه هي من الاسباب، لانه حنا كندوروا في الفلك ديال كنبحثوا على النجاحات المرحليه، لانه خصني انا كمسير نجي خصني ندير بطوله اليوم ولا غدا وتكتب لي في سميتو وبعد الطوفان. هذا هو الاشكال اللي كاين. خصنا نخرجوا من هذه الحلقه هذه المفرغه، خصنا ندوزوا المرحله الثانيه. هذا نقاش عام ومهم جدا باش اننا نطوروا الكره ديالنا. يعني لان صحيح المنتوج ديال المنتخبات الوطنيه ماشي هو المنتوج ديال الانديه، وبطبيعه الحال الانديه ديالنا اللي كتنافس قاريا خصنا نقولوا برافو لها انها كتنافس مع عدد من الانديه اللي بامكانيات ماليه كبيره. ولكن دابا بالنسبه يعني الفريق الرجاء المتتبع، يعني اللي كيتابعونا دابا الجمهور ديال فريق الرجاء بغى يعرف الحلول يعني الانيه. دابا اليوم كنتكلموا على مبلغ ديال 4 مليار و500 اللي خاصها فريق الرجاء يخلصها. بطبيعه الحال الاشكالات العامه اللي ديال كل الفرق هذيك بطبيعه الحال مع الجامعه مع مجموعات من الامور. وخا كان كنستبعد نروح لي انه الجامعه تجي وتقول لك نخلص الفرق، لان غتكون شويه حتى لو بغيتي تعاون غتكون معايير معايير. مثلا واحد تصور مع اللاعب ما لعبش، ولا واحد قال المدرب هكا دار لي عقد بمليار غتجي تخلصوا لك ويلسون ما لعبش في الرجاء شكون تقول لك تخلصوا لك انت من يعني من مواطن. راه فهمتك غنخلصوا الدولي وغتسنى الوطني غير باش الحلول اللي كتقترح. انا عارف انكم مع ويلسون كتحاولوا تلقاو تخريجه يعني حنا معاهم كاملين. اي واحد كيتسنى شي حاجه كنحاولوا نلقاو معاه تخريج. هي الحلول الانيه دابا شوف للفريق الرجاء. الحلول هي الحلول هناك مقترحات اللي هي منطقيه وعمليه اللي اقترحنا على مجموعه من المؤسسات اللي كنشتغلوا معها كيفاش انه نقدروا نستغلوا الموارد ديالنا ديال هذا الموسم او الموسم القادم من اجل تصفيه هذه الدوره. دونك حنا في هذا النقاش الان غادي مشينا فيه بعيد، وكنتمناو انه في الايام القليله القادمه تحمل الجديد. ما يكونش هذا هو الشعار ديال الجم العام ديالاش بانها دار مجهود على المستوى المالي باش تحل هذا الشيء اللي غيجي يتحمل المسؤوليه. بيان سور. شوف حنا بكل وضوح المسائل واضحه. نادي الرجاء الرياضي عنده مجموعه ديال الديون ديال 4.5 غير نزاعات. شوف هذا باش دابا حنا ما كان هذا اشكال عام وغادي يلقاو لي ان شاء الله الحل. شوف بس سي عادل باش تكميل باش نوضحوا ربما شتي الارقام اللي كانت تعرضات. عندك غير الرجاء والمغرب الفاسي ومولوديه وجده واتحاد طنجه، هادو النزاعات ديالهم كتشكل 56% من القيمه الماليه ديال النزاعات اللي كاينه في البطوله. عندك الوداد والمحمديه والمغرب التطواني وحسنيه تاكد ديال جمعتيهم 25% من قيمه النزاعات، بقات واحد 19% لبقيه الانديه. كاين 5 انديه في المغرب اللي ما عندهاش النزاعات اللي هي الراك، نهضه بركان، الفتح الرباطي، اتحاد توارقه والجيش الملكي. الزمامن عندهم شي حاجه قليله نزاع ماشي عدم اداء، شي حاجه قليله شي 10 مليون ولا 12 مليون. فهذه هي الصوره العامه. ولكن بالنسبه لدابا انت غدا باش انه اذا كنتي باقي يعني في المهام ديالك كمسير انت ملزم تاهل اللاعبين تعاقدتي معاهم كفريق. اذا اشنو الحل الا ما كانش الحل الان؟ واش قادرين تغلبوا عليها؟ لانك انت ملزم مشاركه افريقيه عندك. بلاتي كنجاوبك دابا سي جامع باش نكونوا واضحين. انا غندوي معاك بالتصور ديالي انا الشخصي. المشكل مشكل مؤسساتي كمسير، خصني نلقى حلول. ولكن هذه الحلول كيفاش كاينه؟ شوف يجب تسميه الاشياء بمسمياتها. دابا شنو هي الحلول اللي ممكن تكون؟ مثلا نبحثوا على بديل ثاني اللي غادي يجي مول السكر. حنا دوزنا جميع لي موديل دوزناهم ياك. اخر مشكر داز عندنا جا ساهم ضخ واحد المبلغ في خزينه النادي، خرج خلى اكثر منه ديون. نكونوا واضحين ياك.
وتاريخيا نادي الرجاء الرياضي ما عمره في التاريخ ديالو اعتمد على شي شخص مشكر، نكونوا واضحين، والارقام لا تكذب، الارقام الماليه لا تكذب. مرحلتين في التاريخ. شوف الانسان ملي غيبغي يدوي على نفسه يكون صادق، يكون منسجم مع الذات ديالو باش نشوفوا الصوره واضحه. من 1949 الى 2012 صحيح الرجاء كانت كتمشى الموارد الماليه ديالها وتحقق ما تحقق، والانجازات اللي تحققت بالموارد الماليه ديال النادي. 2012 اللي دخلت وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما كانتش قبل، دخلنا في حاله ديال واحد التضخم رياضي اقتصادي، رغم انه احنا ما عندناش ليكونوميك سبورتيف، ما عندناش. كان انديه بدات كتطلع في الاسهم ديال اللاعبين، دونك حتى النادي في ديك المرحله كان خصو يمشي في هذاك التوجه باش تبقى انه انت منافس، لكن ما كانش عندنا المناعه باش انه الا وقعنا في الخطا نقدروا نخرجوا من ذاك الاشكال. دونك ما بين 2013 ما بين 2012 حتى 2016 انه دخلنا في مرحله ديال انه امضاء عقود كبيره كذا وكذا وكذا. خرج من النادي بواحد اللحظه بصعوبه باش رجع للبوديوم بصعوبه. خرجنا باش انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انذاك سمحات لنا انه غادي تاخذ منحه النقل التلفزي على مده ديال 4 سنوات ولا 5 سنوات من اجل تاديه هذه النزاعات المتراكمه. اشنو حصل دابا؟ انه حنا كنلقاو نفسنا تراكموا نزاعات اخرى، تراكمت نزاعات اخرى. دابا نقدروا نجيو عاوتاني نبحثوا على شخص نطلبوه نرغبوه نجيبوه ندخلوه يخلص لنا الليتيج ويمشي عاوتاني في 8 شهور ولا 10 شهور ويخلي لك اكثر من داك الشيء اللي غادي يخلص اليوم. واش هادشي اللي بغينا؟ لا ماشي هادشي اللي بغينا. دابا حنا عندنا واحد الوضعيه واضحه كيفاش نقدروا انه مؤسستين نزيدوا قدام. نادي الرجاء الرياضي عنده الامكانيات الماليه ديالو الا انها ما كترتقيش لمستوى الالتزامات الماليه سواء مع لو جروب اكطويل ولا سواء مع النزاعات ديالو. حنا بصدد بحث حلول اللي لا تريزوري دو كلوب بوف سيبورتي. باش ما يمكنش لي عاوتاني نمشي نديرو دي بروتوكول مع دي جوار وما التزموش بهم وكتزاد عليك. لا ماشي غتزاد، كتمنسوب الثقه ينخفض، كيبقى الاتحاد يبقى يدوي معاك كيما طرا غادي يدير ويلسون. اكزاكتومون ويلسون وسيف الدين العالمي وكذا وكذا والورف اللي ولا كيلقى بعض المرات اللي ما كيجاوبوش كيحقد هذاك. غير اسدي عادي واحد لا كيستيون. انا غير تكلمتي في الاول على لا فيرميتور ديال الكومبلكس محمد 5 الى جينيري واحد البيرت ان مونك غاني تقريبا ديال 2 مليار ودمي حتى 3 مليار بصح في خلال هذه النتائج الايجابيه اللي كانت عندنا. اشنو جبر الضرر زعما جبر الضرر بالنسبه للمكتب المسير ديال فريق الرجاء لان لا يعقل نورمالمون واش درتوا شي اجراءات ولا كتسناو شي حاجه. شوف درنا جميع الاجراءات اللي خصنا نديرو ياك ومازال الامور ما كاينش زعما صراحه شي اشارات ايجابيه لغايه شي لي ديسبوار شي حاجه اللي كاين. حنا مازال شوف ان الله يحب العبد الملح. حنا شوف حنا مآمنين بانه ماشي مآمنين حسابيا دابا الان حسابيا اعطيني المداخيل ديال ملعب محمد الخامس حيد لك المنع المحلي. دابا اعطيني المداخيل ديال ملعب محمد الخامس بامكاني نخلص النزاعات الدوليه ونخلص ونحيد المنع المحلي. بس سؤال مباشر سي عادل، واش قادرين انكم تفكوا هاد 4 مليار ونص ديال المنع الدولي والمحلي دابا لا؟ واش عندكم فكره اخرى ديال لو ما قدرتوش شنو هي البلون الثانيه؟ بجواب مباشر. نجاوبك سهل. شوف سهل انا ما عنديش حساسيه في الاجابه على هذا الموضوع. قول لي. وي مسائل بسيطه جدا. كيف ما قلت لك حنا غنخلصوا المنع الدولي غنحيدوه ان شاء الله. هذه القضيه هذه ربما في الايام القليله القادمه نسووا هذه الملفات كلها دوليه شي 800 مليون تقريبا شي 800 وشي حاجه قليله. لانه كاينين كيكونوا دي فخي وحدين اخرين صح كيتزادوا حتى كتخلص عاد باش كتصيفطهم لك الطاس كتقول لك واحد 5 باش سويس عندك واحد 2000 اورو هذا كيربيو. المهم هذا غادي ان شاء الله غادي نقوموا بالتسويه ديالو. بالنسبه للمحلي عندنا دي فورمول اللي حنا خدامين عليهم. وي خدامين على بزاف ديال لي فورمول اللي خدامين عليهم دابا. ولكن الاشكال فين كاين؟ ماشي في القدره ديالك على الاداء،
الان باش تلقى تسيني بروتوكول. الاشكال كاين في القدره ديالك على الالتزام والوفاء بذاك البروتوكول خلال شهرين ولا 3 شهور. اذا قادرين ولا لا؟ ان شاء الله غادي نكونوا قادرين. واش الحلول ذاتيه ما كتقلبوش على جهه اخرى؟ كنقلبوا نشوف كاين ذاتيه وجهه اخرى ومؤسساتيه وكل شيء. حنا نشوف حنا نشتغل العمل. شوف حنا لانه عندنا استحقاقات قاريه، من المفروض علينا انه ننافسوا ونكونوا في المستوى اللي كيشرف الكره المغربيه واللي كطمح ليه الجماهير ديالنا. هذه المساله هذه مبدا لا يناقش. دونك حنايا راه كباقي الانديه ماشي غير نادي الرجاء، جميع الانديه كتبحث على حلول. وكان عندي اعتقاد بانه ان شاء الله غادي يكونوا حلول باش انه نرفعوا هذه المنع هذا في القريب العاجل في اطار واحد التسويه اللي غادي تكون مع جميع المتنازع معهم. فاصل اعلاني، ما كاينش موسيقى الوقت قدامنا، اعلاني بسيط نهضروا بزاف ديال لي بوين. فاصل. معكم دائما في حصه اليوم من برنامج المريخ الرياضي، معنا السي عادل هلا رئيس نادي الرجاء الرياضي. كنهضروا على اللاعبين اللي كنهضروا على النزاعات، نقدروا شويه نديطايو فيهم. ويلسون في وسط القضيه ديالو، بوكاسي، اكسيل ماي، هاد الاسماء اللي الجمهور كيسول عليها. بالنسبه لبيتر ويلسون صاحب الصوره الشهيره، صاحب الصوره الشهيره 675 ألف أورو، يعني ما يفوق تقريبا واحد 700 مليون. بن غيت تقريبا واحد 90 ألف دولار. غاية مرباح خلصناه كان تقريبا واحد 50 ألف دولار تخلصات، تقريبا واحد 48 ما بين 48 و 50. وكاين بوكاسي تا هو اللي كان عنده حكم نهائي في 200 ألف أورو، اللي حاولنا أنه نزلناه في الاستئناف ديالنا ل 138 140 ومازال غادي معاه في المفاوضات باش نحاولوا نقصوا. دونك عندنا تقريبا واحد 800 وشي حاجه ديال المليون ديال النزاعات. وهذا الحمد لله انه توفقنا باش نحيدوا اكسيل ماي. شنو هي قضيه اكسيل؟ اش كان؟ واكسيل ماي كان عنده في العقد ديالو عنده 3 سنوات، شريناه ب 400 مليون من عند مزيان باش نعاودوا التفاصيل. 400 مليون من عند طنجه، 200 مليون تخلصت فيها طنجه، و200 مليون كانت شيكات محطوطه عندنا لاتحاد طنجه. فاحنا عطيناهم غايه مرباح واسترجعنا الشيكات ديالنا. مزيان استرجعنا الشيكات ديالنا. دونك بحال انه اكسل بحال انه اكسل شرينا ب 400 مليون عند طنجه. اللاعب عنده عقد كيقول بانه الا فسخ من طرف واحد وما اديتيش ليه عنده حق انه يمشي دايك. المهم على اي حنا الحمد لله توفقنا في هذا الملف ديال اكسل واحد التسويه ديال انه رخصنا ليه، عطيناه الحق باش انه يمشي يوقع مع اي فريق بغى مقابل واحد التسويه ديال تقريبا واحد 100 مليون ديال السنتيم. دونك الحمد لله حيدنا بعض اسماء كنسمعوا اسمائهم مثلا ناهيري، متولي، هادو جوج كلهم كيتسالوا، كلهم داخلين في اطار النزاعات المحليه. عندك عبد الجليل جبيره، عندك زكريا حدراف، عندك محسن متولي، عندك وليد الصبار، حمزه مجاهد، العرياني، يعني لائحه طويله. دونك شادي بغيت نسولوا غير على هاد اللاعبين. حنا تبعنا كاين لاعبين اللي كانوا متشددين اكثر يعني في الحصول على، وكاين لاعبين اللي كانوا متساهلين، كانوا زعما يلقاو معكم. شنو السبب في هذاك التشدد ديال بعض اللاعبين باش الناس تفهم اكثر؟ حنا راه فاهمين غير باش الناس تفهم. مزيان. للاسف هو انه ملي كنتفارقوا مع اللاعب ما كنتفارقوش معه بطريقه وديه، يعني كيمشي هز في قلبه، كيمشي كيمقلق على شي حاجه، يا اما مقلق من المسير ولا مقلق، فهمتي، وغالبا ما كيمشي مقلق اولا ملي بغى معك الحل ما جاوبتيش. بيان سور، اولا ملي كيحاول يتواصل معك من اجل واحد التسويه وديه ما كتجاوبوش. دونك حنا واعيين بهذه الاشياء هذه، وكنحاولوا انه حنا كمكتب مديري الان ما نعاودوش نديروا نفس الاخطاء. اللي بغى يمشي خصنا نجلسوا نلقى مع واحد الوديه، واحد التسويه اللي ترضي الطرفين. يعني المسائل ماشي الناس ما تاخذهاش يعني بشكل شخصي. عندي لاعب ما غاديش نقدر نخلصوا له، هذا ماشي مشكل ديالي انا ديال عادل هذا، هذا مشكل ديال المؤسسه. كتجلس معاه وكتحاول تسوي معاه بناء على القدرات الماليه ديال المؤسسه، ماشي تسد عليه البورطابل، ماشي تسد عليه. كتحط معاه المسائل، كتقول لي شوف انا يمكن لي نخلصك في هذا التاريخ، وهذا هو المنهج اللي حنا
خدمنا به الموسم الماضي مع اللاعبين ديالنا، لانه كتجي كتاسس العلاقه ديال الثقه. ملي كتكون الثقه كيولي الاحترام. يعني ملي كتولي كدوي مع اللاعب وكيكون عنده معك سوابق، كتقول ليه نهار فلان فلاني او الاسبوع الجاي غادي نعطيك المسائل ديالك، كيعرف بانه الا قلتي له واحد الكلمه كيمشي معك، لانه عنده سوابق انه جلستي معاه وتفاهمتي معاه وسابقا خلصتيه. نعم. دونك سعادة شكون اكثر لاعب اللي زعما سمح ما غاديش يسمح واش واحد جوج واش كاينين يسمحوا جمال. دابا حنا في اطار التسويه ما يمكنش ندخلوا في التفاصيل حفاظا على سيريه المفاوضات و يبدا واحد يقول لي هذا نقصتي عليه وهذا ما نقصتيش عليه. لا ماشي نقصتي عليه، هو سمح نعم. هو اللي ومن نسويو هذه المساله هذه نقدروا ديك الساعه نرجعوا نعطيو التفاصيل باش تحفز وحدين اخرين بيان سور ان شاء الله. سعيد واحد الموضوع ربما فيه انه شائك نوعا ما، ولكن لابد في يوم من الايام غيطرح بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي عنده مستشار اساسي اللي كيدر على الفريق واحد المبلغ مهم جدا، ولكن هناك نقاش واش هذا الاشهار المسموح به واش غيبقى ما غيبقاش. انتم كمؤسسه وانا ما كنتمناش هذا القرار ينزل في هكا، لان غادي تكون الرجاء ضحيه ديالو. كيفاش انتم كتستعدوا ليه لا من الناحيه القانونيه لا الدفعات ديالكم، لان مستشار اساسي والناس كتقلب على المستشارين. الوقت اللي الرجاء لقاو مستشار مهم كاين هذا النقاش هذا ديال المنع، واش انتم مستعدين ليه؟ دابا سيروح لهذا النقاش كيف ما قلتي بطبيعه الحال مزيان. حنا العلاقه ديالنا مع المستشار ديالنا مزيانه والعقد راه سالي مفعول، دونك الامور عاديه بالنسبه لينا حنا. اتصل بكم حد ما كيفاش تصل بينا؟ لان كاين نقاش في البرلمان دابا الان هذا. لا صحيح كاين نقاش، حنا متابعين ذاك النقاش صح متابعينه. ثم كمؤسسه خصكم مهيئين له. صحيح حنا كمؤسسه عندنا عقد قوي جدا، يعني قوي جدا انه كان فاعل اساسي صح في انقاذ ماليه النادي الموسم الماضي. دونك حنا لغايه الساعه لسنا طرفين في اي نقاش. نبقى ما نقول لكم والو. نهضروا حنا على فضيل هذا الشيء كامل. نحسب نهضر على الميركاتو فضيل هذا الشيء كامل. عندكم لعابه جاو جداد ما تمش تقديمهم بشكل رسمي، ما عرفتش السبب علاش. السبب واضح انه الان وكاين حيت فرجنا فيه في الرياض. دابا اللاعب عنده عقد، حنا عاجزين على تاهيل هاد اللاعبين. كل حاجه كتجي في الوقت ديالها. ناهلوا اللاعبين ان شاء الله ديك الساعه نقدموا. طمئنوهم كتهضروا معاهم؟ بيان سور بطبيعه الحال كندويو معاهم. اللاعبين داخلين في التربص الاعدادي ديالهم كيتريديو وكنصاهموا مع المجموعه، لانه عندنا امل ان شاء الله بان هذا المنع هذا غادي نرفعوا باذن الله تعالى. في هذه القضيه الميركاتو واش جميع اللاعبين اكورداهم؟ حتى قلتي انت بعض اللاعبين اكورداهم المدرب الاول جا مدرب اخر، واش سمعنا بعض الاخبار تقول لنا بعض اللاعبين ايوب نجاوبك. قول لي. كاين حديث عن جوج لعابه باش نوضحوها اكثر. كاين حديث على جوج لعابه تم التعاقد معهم، اقتراح من زين باور. ربما هذا المدرب الحالي عنده اللي احتمال. شوف هذه المساله عاديه، يقدر كاع يكون عندك لاعب ماشي انت دبتيه، لاعب اساسي في الفريق ويجي مدرب جديد ويقول لك انا هذا اللاعب ما بغيتوش. دونك هذه المساله شوف روتينيه في اختلاف وجهات النظر ديال المدربين. على سولت هذه النقطه اسمح لي عادل، حيت هما هادو لاعبين اجانب ولا كان لاعب اجنبي غتدخل به ديالك مقعد، يعني درت هذا الفيلم كامل باش تفك الليتيج وتغلط في اجنبي غتولي بحال ما درتي والو. لا ان شاء الله حتى هما غادي يلقاو لهم حلول. هذه المسائل كلها شوف هذه المسائل كلها حنا واعيين بها ومتحملين المسؤوليه ديالها وغادي يلقاو لها حل ان شاء الله. نعم اذا الميركا نعم. شوف انا نعطيك مثال علاش انا مقتنع بهذه المساله هذه. هذا الموسم اللي سالا في الانتدابات ديالنا جبنا عمر ورده اجنبي، جبنا سميتو العراقي ايمن حسين ياك، وجبنا هاشم دومينغو. مزيان هاد الثلاثه منين ما دخلوش في المنظومه ديال المدرب عمر ورده عرف سخنا معاه، راه هو خصو يخلصنا. دابا حنا تحولنا استراتيجيا من فريق كيخلص مشتكى به في الطاس ولينا حنا فريق حنا كندعيو باش كنطالبوا كنديروا الريكوفرمون ديال فلوسنا. ها واحد ايمن حسين مشى بطريقه وديه، ما كلفناش، ربما كلفنا شي 100 مليون مع 150 مليون درهم 15 مليون في اطار داك الواجبات اللي كنا عطينا نهار اللي جا. هاشم دومينغو كان عنده عقد تا هو ديال سنتين ما دخلش في المنظومه، كون خليناه مشى ليتيج كيف ما كتقول السيوب راه كانوا على واحد 500 مليون سنتيم ياك. فضينا معاه حتى هو بمبلغ لا يتجاوز 120 مليون ديال السنتيم. نعم. في اللايف كاين تقريبا 8000 واحد اللي كتفرج، لي كومونتير 2200 كتقرا 2200 لا يمكن. فكاين بعض الديمون اللي كيتعاودوا نجي عندك دابا عبد الحق.
اكثر كلمه كتعاود هي بن عياد. باغي الناس يفهموا اشنو وقع مع رياض بن عياد. عادي بن عياد كان عندنا بخيتي مزيان. كان لاعب معار من نادي الترجي ديال 6 أشهر. مزيان. بعد انقضاء العقد ديالو رجع للنادي ديالو اللي هو الترجي. حسب العلم ديالي انه عنده واحد النزاع مع الترجي في كيفيه تسديد المستحقات ديالو العالقه عند نادي الترجي الرياضي. اللاعب قبل ما يمشي ما بداش واحد الرغبه بالعوده للمغرب. هادشي اللي كاين. هو اللاعب في صدد تسويه الوضعيه ديالو مع الترجي قبل ان يتخذ اي قرار رياضي، لانه هو لاعب ديال نادي الترجي الرياضي. الرجاء في وضعيه انتظار في هذا اللاعب او لا؟ في وضعيه انتظار. الا كان لاعب ديسبو وانه لقى حل مع نادي ديال الترجي وبغى يرجع للمغرب فمرحبا به. هو ماشي ديال الرجاء، هو ماشي ديالنا، غير كان معارض. هو ديال الترجي خذ القرار يعني. وحتى هذا اشكال طرح في قضيه ديال بحث الرجاء على اماكن الخصاص اللي بانت بوضوح في المباريات السابقه ديال افون سونتر، اللاعب مدافع اوسط وبعض لي بوست اخرين داخله في اطار اللي فكيتوا هذا المانع. كما التحدي اللي عندكم في هذه الحاله، ما الجمهور غيقول لك الا فكيتي ما يكونش غلط. هادشي اللي كان انسيستي على بعض لي بوان. شوف حنا توازيا مع العمل ديالنا في رفع هذه الاكراهات راه كنشتغلوا على لو بلان بي ديال انه ان شاء الله اذا ترفع المنع خصنا نسددوا نعطيو للمدرب الوسائل باش ينجح. يعني مكامن القصص اللي هي كيف ما قلتي واضحه واللي شيئا ما اكدها المدرب خصنا نوفروا ليه ادوات النجاح. هذه مساله كنظن رساله ديال النقطه ديال التحفظ ديالو زعما الا كانت ديال جوج لاعبين راه النقطه تحسب للمدرب، لان كان باغي يخدم اللي عطيتيها ليه يقول لك مرحبا باغي يدرب. واحد سي جمال حنا حنا نقدر نقراوها من هذا الزاويه. حنا مع المدرب وضحنا معاه لي زوبجيكتيف ديالنا هو البطوله والكاس ان شاء الله، والذهاب بعيدا في العصبه. علاش كنقول الذهاب بعيدا في العصبه؟ لانه باش تكون فريق تفوز بالعصبه خاصك مجموعه تتمرس في العصبه، خاصك تشارك في العصبه المره الاولى والثانيه والثالثه. فهمتي؟ هذا هو دابا المنطق السائد اللي كاين، باش انه دائما كاين احتمال نادي الرجاء الرياضي بالحموله التاريخيه ديالو والالقاب القاريه ديالو راه دائما مرشح في اي منافسه كنشاركوا فيها، ولكن بالواقعيه وبالمنطق باش انه تدير العصبه خاص تكون واحد الفريق تحافظ على فريق منسجم، تكون فريق منسجم لسنه موسمين وتكرس السياده ديالك وطنيا باش تضمن التاهل المستمر وتحافظ على الركائز وتدعم بركائز ذات الخبره الافريقيه باش انه تدخل دي لو بروميي جور كتقول انا داخل باش نشوف راسي في الفينال ديال الشامبيونز ليغ. عبد الحق هذه انا بعيدا عن ما هو لاعبين وانتدابات، انا نتكلم على واحد الدوسي اللي ان بو باش نبقاو غادي كاتيجوري لان نورمالمون بغيت الوضعيه ديالو، ان انتم لا علاقه لكم بهذه. يعني كانت سنات الكونترا هذه سنين، غير بغيت نعرف الوضعيه لان كنتكلموا على المسائل الماديه. يعني كنظن بان هذا لو دومين ديال الماركتينغ وهذا كيلعب دور مهم في المداخل اللي خاصها يعني محتاجه لها الرجاء بزاف. بغيت الوضعيه ديالو كيفاش رجاء شوب ولا رجاء شوب ستور ديال الرجاء باللغه ماشي رجاء شوب رجاء شوب كنا وقعنا عقد ديال الميرشاندايزين مع الشركه البريطانيه او تيمان انهم هما عندهم ليكسكلوسيفيتي في لي برودوي ديريفي، يعني المنتجات اللي كتحمل اللوغو ديال نادي الرجاء الرياضي. غير الاستفاده ديال الرجاء شحال كتستافد الرجاء؟ شحال كتستافد؟ مزيان. اولا سابقا ما كنا كنستافدوا والو صافي مزيان. ملي كتمشي لا روبريك ميرشاندايزين في رابور فينونسي كتلقى والو. دونك حنا في التوجه ديالنا انه بور ديفيرسيفي لي روسيت فينونسيير خصنا نلقاو طرق ابداعيه جديده باش انه نخلقوا سميتو. في العقد الموقع مع الشركه هي عندها واحد المجموعه ديال لي رويالتيز كتخلص علينا في حدود واحد 2 مليون ديال الدرهم سنويا تعطيها لينا. وهي لانه شوف باش تمشي من 2 مليون ديال الدرهم ل 10 ولا 20 مليون ديال الدرهم خاصك شويه ديال الوقت، ايطاب باغ ايطاب حتى تنزل المشروع، لانه مع الشريك ديالك تعطيه واحد دي زوبجيكتيف اللي هي واقعيه. دونك دابا حنا التوجه ديالنا في المرحله القادمه هو فتح متاجر القرب في لي زون ديموغرافيك اللي فيها واحد لا كونسونطراسيون ديال لو بوبليك. خصنا نقربوا لو بوبليك ديالنا، نقربوا ليه المنتجات ديالنا، نقربوا ليه الاماكن فين يقدر ياخذ لي كارت ديالو، لي برودوي ديريفي ديالو، لي برودوي اوفيسيال. دونك التوجه ديالنا المستقبلي هو رفع
من هاد 2 مليون دو درهم اللي كانت كاينه بدات مع بودريقه وما كملاتش هاد الفكره. فراجا ستور هذاك كان ان موديل ديفيرون، كانوا دي فرانشيز اللي كيتباعوا لاي شخص انه يقدر يدي واحد المبلغ وكياخذ حق استغلال الهويه البصريه ديال مقابل واحد النسبه مئويه، مقابل واحد النسبه مئويه. دونك دابا باش ننجحوا هذا المشروع اللي كيف ما كنقول لك، شوف حنا دابا كنحاولوا نكونوا فاعلين في الاقتصاد الرياضي ياك، ومجموعه من الانديه كتحاول انه كدير كوبي كولي لهاد التجربه ديالنا اللي كنتمناو لهم التوفيق. حنا كنشتغلوا باش انه اولا نحطوا الاساس ديال واحد الاستراتيجيه تجاريه وتسويقيه. الاساس بوحدنا كنادي ما يمكنش لينا، خصنا شركاء. دونك عندنا الان شركاء وعندنا واحد الاتفاقيه وعندنا واحد العلاقه اللي حنا الاثنين كنشتغلوا باش انه ناخذوها لابعاد اخرى، باش انه من هنا لعامين 3 سنين نوليو نشوفوا داخل مدينه الدار البيضاء واحد 10 ولا 12 ديال المحلات في مختلف الاحياء اللي فيها جميع المنتجات الرسميه واللي برودوي ديريفي ديالنا في هذه المحلات هذه. يعني لا فيزيون ديالكم هو لا فيزيون ديالنا بكل واقعيه هي مستقبلا سيرون لو بيزنس بلان اللي كنا درنا في راجا شوب انه خصنا نوصلوا المبلغ ديال 10 مليون دو درهم في 5 سنوات القادمه. سي عادل في هذا التوجه هذا خصوصا على مستوى البيزنس على مستوى استغلال الديجيتال، واش فعلا عندكم واحد التصور اللي يمكن فعلا من الحموله والقاعده الجماهيريه انها تستافد اكثر على غير ما هو معمول به في مجموعه ديال الانديه اللي مهيكله واللي منظمه؟ شوف السي روحلي، ملي كيكون عندك واحد لو برودوي، حنا عندنا واحد القاعده جماهيريه كبيره، هذا هو راس المال ديالنا، وعندنا في لي ريزو سوسيو ديالنا عندنا عدد كبير من المتابعين. دونك هذا هو اللي حنا كنعرضوا رصيد. هو ملي كنمشي دير واحد لا بريزونطاسيون لواحد البروسبي كتقول ليه هذا شنو الاشكال اللي كاين السي روحلي في المغرب، ما نكذبوش. الشركات الكبرى كيفاش كتشتغل، حيت الا بغيتي تكون ناجح وفعال خاصك تضيع الوقت، خاصك تعرف فين تمشي تدق. الشركات الكبرى اش كدير؟ راه هي براسها كتلقى عندها عقد مع واحد الشركه خاصه ديال لاكوم اللي كدير لها التسويق حتى هي ديالها وكتقلب لها لي بارتنير ديالها. للاسف قطاع الرياضه بصفه عامه ولا كره القدم ما بقاش قطاع يغري المستثمر او المستشير. علاش؟ العديد من الاسباب، المشاكل التي تعيشها الانديه، نمط التدبير. لا ودابا نعطيك واحد واش دابا انا مزيان ملي جبت هذه النقطه هذه، حيت فكرتيني واحد القضيه اساسيه. تخيل انه تسد مركب محمد الخامس، العديد من الشركاء ديالنا ياك قال لك اسيدي انا بغيت نفسخ، انا جيت خديت لولاد باش نكون في محمد الخامس باش تشوفني 30 و40 و45 الف واحد. دونك اخويا ملي كاينه القوه لا فورس ماجور هذاك العقد بغيت نلغيه، ولكن الحمد لله توفقنا انه باش نديروا لا ريتونسيون ديال واحد 85% ديال هذا الشيء. دونك هذه هي الاكراهات اللي كاينه. الملاعب ملي كتقفل فهمتي الويكلو، ملي كيجي عندك ان بارتنير كيسيني معاك دو بون فوا عقد بانه غادي يستافد منك وانت غادي تستافد منه في مركب محمد الخامس، وغادي يكون نقل التلفازي وغادي يكون الويكلو الويكلو ولا الديربي ما بقاش كيتلعب مثلا يقول لك انا اش من باع عندي كيف تبدل الامور يجيو يناقشوا. هذا هو الواقع. كاينه اكراهات، صح، كاينه اكراهات يعني في جميع القطاعات المتعلقه بصناعه كره القدم في المغرب، راه هي قطاعات مفككه، ليس ما يفرقها اكثر ما يجمعها. نعم. عادل هلا باقي في الساعه الاخيره نبداو نديماريو بموضوع عام اللي هو الجمع العام اللي غيكون في نهايه الشهر، مستقبل الرجاء، مستقبل الشخصي ولا الجماعي الرجاء الى اخره. ناخذ فاصل اعلاني ونواصلوا معك. واصلين معكم برنامج مريخ الرياضي مع عادل هاله اللي هو رئيس نادي الرجاء الرياضي. قبل ما نمشيو لنقطه الجمع العام، كاين بعض الاسئله ديال بزاف ديال الناس، نعطيك بعض كلمات مفتاحيه وانت غادي كاين زومبي واخا تشرحها فاكرني باح بغينا ناخذ النسخه ديالك. الاستفاده من الديجيتال جاوبتي عليها. هضروا على شي قضيه ديال شي بوليميك وقع في الديجيتال ومن المكلف في الديجيتال، بزاف الناس كيسولوا. حاجه اخرى جاني سؤال، الجمهور كيحسب الفلوس اللي دخلات من بيع اللاعبين ومنح البطوله الى اخره، وكيتسائلوا فين مشات الفلوس بارابور الجمهور يفهم فين مشاو الفلوس. هادو بزاف هادو جاو تفاصيل. وحاجه اخرى عاوتاني رجعت لك ديال الميركاتو، واش عندكم لعابه في مستوى لو تحل عاوتاني كيعاودوا انسيستيو على الميركاتو واللاعبين. دونك كلمات مفتاحيه خلي لك اجابه نتايا. مرحبا. بالنسبه للمداخيل اللي دخلت لينا، حنا تسلمنا غير الشطر الاول من منحه البطوله.
هادشي اللي دخلته. هادشي اللي دخلنا الشطر الاول من هذه البطوله. علاش؟ لانه كان اجتماع ديال المكتب المديري ديال الجامعه وتم القرار ديال انه غادي يحتفظوا بهذه المنح من اجل تسديد هذه النزاعات. مزيان. فيما يخص الناس كتحسب بوحدها، كيقول لك اللي كيحسب بوحده كيشيط ليه. دابا موهوب فاش تباع، شنو هي العناصر المتداخله في موهوب؟ موهوب تباع، عندنا واحد النسبه خاصه انا جاي الفتح. عندك واحد النسبه خاصه للوكيل ديالو تحدد تقريبا واحد 10%، كتبقى لك منها 1.600. لانه خصنا نفتحوا واحد القوس هنا سميتو. حنا كمؤسسه راه كنا عاجزين في ظل هذه الضائقه الماليه. راه كانوا عندنا كنفتح القوس هنا، كنبغي نشكر جميع الموظفين اللي عندنا داخل مؤسسه نادي الرجاء الرياضي باختلاف المناصب ديالهم، من المؤطرين ديال الفئات السنيه، من الناس اللي كتشتغل معنا، لا في سميتو اي موظف كيف ما بغى يكون الحجم ديالو كنبغيو نشكرهم. علاش؟ لانهم صبروا مع هذه المؤسسه في واحد الظروف صعبه جدا. من هذه المبالغ اللي دخلنا كان لازم علينا انه تخلصهم، نسويو الوضعيه ديال هاد الناس. كاين لي 3 شهور 4 شهور ما مخلصش. علاش؟ لانه كيف ما قلت لك الموسم الماضي المداخيل ولا الموارد كانت كلها مركزه على الفريق الاول. كان عندنا فريق نسوي فيه بزاف المشاكل، تا هما كنبغيو نشكرهم الى غايه يوم الاثنين اعتقد، يوم الاربعاء. يوم الاثنين قنعنا اللاعبات ديالنا ديال الفريق النسوي بالحضور الى الاكاديميه، جدتوا عقود بعض اللاعبات، جدوا العقود ديالهم لانهم كنسال الموسم وداو نتائج طيبه وما كانوش توصلوا بالمستحقات ديالهم. دونك حنا غاديين في هذا الاطار ديال التسويه ديال اعاده بناء الثقه ما بين هذه المكونات وما بين الناس اللي كتسير. باقيين الفوتسال تا هو ان شاء الله غادي نسولوا الوضعيه ديالو. وشريف عندكم في الجيمين هادشي؟ وشريف عندنا في الجيمين وايمن. دونك شريف وايمن. شريف وايمن هذاك المانيطه مسويه ديال الوضعيه. حتى هو خصو قال شي كوتش مع الوقت. دونك هذا من الجانب. يعني ديك المداخيل ديال المهدي موهوب راه توزعات في اطار تسديد جميع الالتزامات اللي عند المؤسسه مع الموظفين ديالها. مع شوف خلصنا حتى الفتح خذوا النسبه ديالهم. لا مازال كان على هذا الهامش هذا. كان عندي واحد النقاش البارح مع سي رئيس نادي الفتح، وانه ان شاء الله غنحاولوا باش نلقاو واحد التسويه مؤسساتيه ما بين نادي الرجاء والفتح بلا ما نمشيو لليتيج. حنا ما بقيناش باغيين نبقاو نمشيو لليتيج. صيفط الفتح الليتيج تشد الصف، لا. المسائل هذه غنحاولوا نلقاو لها حل في هذه الايام القادمه في اطار واحد البروتوكول اللي هو كنتمناو من الناس ديال الفتح انه تفهم الوضعيه ديالنا، وحنا الواجب عندنا هو تأدية ما هو بذمتنا ان شاء الله. نعم، نحاول نديروا فلاش انترفيو داكشي ديال السرعه ما بقاش الوقت. كي زومبي ما جاوب عليه فكاين البارح. شوف اليوم تبع الاحداث. لا بلاتي، لا باش ما ندخلوش في التفاصيل. لا باختصار انا نقول لك واحد القضيه. حنا كنحاولوا نستافدوا من الدروس ديالنا. اليوم الساعه الثانيه بعد الزوال اش كان عندنا؟ كانت عندنا جلسه في الطاس اللي حضر لها نائب الكاتب العام سي يوسف لطفي في قضيه مالونغو قرر بيعتزل وغيعلق الصباط، وحنا باقيين في المحكمه مع الشركه اللي كطالب 600 مليون. مزيان، ب 600 مليون. نفس القضيه كان ربما غادي تعاود لنا مع كين زومبي. فسختو وفكيتو الامر. دونك شفناها من الجانب القانوني ومن الجانب المالي ومن الجانب الرياضي. لقيناها بانه ما يمكنش لينا ندخلوا في هذاك لونغاجمون لعده اعتبارات. فكان القرار هو انه اللاعب يمشي الله يسهل عليه. بالنسبه للانتدابات عندكم اسماء حاطينها قدامكم؟ كل شيء. شوف عندنا كل شيء. خاصها الفلوس. شوف خاص غير الفلوس. نجيو الفلوس وتغلطوا في الانتدابات. وقعت في الرجاء سنوات بطبيعه الحال. شوف ايوب الخطا وارد. واحد النسبه هامش غير ما يكون. حنا كنحاولوا هامش الخطا نصغروه في جميع القرارات. شكون هذا اللي ما كيخطاش؟ ما يمكنش. الخطا دائما كاين وغادي يكون وغادي يبقى. سي عادل، انا هذا الشيء دابا هذا النقاش حول الانتدابات كيريحني لواحد السؤال يعني نطرحه عليك. انت قبل تكون رئيس ديال الرجاء كنتي نشيط على مستوى الفيسبوك. جاوبتك. لا معنا نجي. كنتي نشيط على مستوى الفيسبوك، حتى كنتي كطالب بالانتدابات. اليوم انت رئيس. انا نجاوبك اسيدي. لا انا دابا القبعه ما بقاتش. لا ماشي القبعه. انا بغيت نسولو شنو غيرت فيه المسؤوليه مقارنه مع المحب او المحب. عادي يا سيدي. ما شوف جاوب عطيته قبيله لان كنت كنتوقع هذا السؤال.
ياك قلت لك شتك مكايس عليا اليوم كما بقيت فيك يولي اللي فيك يكفيك. اسمع ما كيخرج. لا جمال قول لنا. ظريف اخذ بعين الاعتبار الوضعيه. حسب الوضع. شوف حنا في تحليلنا بالعكس دائما السعينا تكون موضوعي، وايضا كاين وضعيه ديال اش غنسولك زعما يحطوا نجيب نحاولوا نسولوك يعني على مع اللحظه. كاين جمع عام كاين، ولكن السؤال ضروري نطرحوه لانه دابا سابقا انا قلت بان القوانين تبدلات. في الاول كانت المكاتب المسيره غير ان بي في دونجاجمون ورقه كتكتب وكتكاشطا وكتسينا هي الضمانات ويمكنك دير انتدابات. دونك اش كان كيبقى عندي مكتب مديري هو الاختيار الصحيح في مكامن الخصاص. مزيان. دابا حنا خصنا نحايدوا المنع، هذا هو الاول. وثانيا ما خصناش نخطئوا في مكامن الخصاص. انا الحاجه الوحيده اللي ناكد لك ايوب هو انه جميع اللاعبين اللي حنا كنفكروا فيهم في حاله ما اذا تحيد المنع ان شاء الله كلهم مطروحين عند المدرب وعند الطاقم التقني. كلهم. اش غيرت فيك المسؤوليه؟ السؤال ديالي انا المسؤوليه قلت لك شنو غيرت فيك زعما عادل قبل المسؤوليه؟ شنو عادل بالبال؟ مزيان عادي. ملي كتكون مسؤول اولا خاصك لكل مقام مقال. مزيان. لكل مقام مقال. المسؤوليه عندها شروط. يعني المسؤوليه هو تكليف اكثر ما هو يكون تشريف هذا، وخاص الانسان يشتغل باش انه ما يحبطش الناس اللي داروا فيه ديك الثقه. وهنا غنبغي نفتح واحد القوس. سي جمال وهذا هاد الجمله هذه ولا هاد المداخله الان باش يعرف الجمهور الرجاوي مزيان. حنا سيرنا موسم استثنائي حققنا فيه اهداف رياضيه وحققنا فيه اهداف هيكليه واداريه يعني غير مسبوق. هذا من جانب. في ظل هذه المتغيرات اعلان حاله الشغور المناسبه كنديروا مع سي محمد بودريق الله يشوف من حاله الله يرجعوا لوليداته ان شاء الله. علاش درنا حنا حاله الشغور؟ علاش؟ لانه كمؤسسه كان لازم انه نخلقوا الاطار القانوني لاستمرارها باش حتى المسير يكون كيشتغل في ديك لا زون دو كونفور، باش حتى كان شي خطا كنعرفوا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو. مزيان. شنو هي اسهل حاجه كاينه؟ مثلا اسهل حاجه هي انه وقع اللي وقع، الانسان غير قادر كتقدم استقاله كتحطها وكتمشي. هذا هو اسهل حل. ولكن في اطار الالتزام ديالنا اولا كرجويين، وكنعتبر نفسي ابن المؤسسه ولست داخلا عليها. يعني كنعرف مؤسستنا ديال الرجاء الرياضي بجميع مكوناتها الحمد لله، مما اكسبنا واحد الخبره واحد المناعه واحد الجلاده واحد الصبر. ان التزام اخلاقي تجاه المؤسسه. شنو هو الالتزام الاخلاقي؟ هو ما نخليوش الفراغ. لو هذا عادل هلا قدم الاستقاله ديالو مباشره بعد ما حدث السي محمد بودريقه راه ما غيتخلصوا لاعبين، كل فراغ ما غادي تمشي للمعسكر فهمتي، وغادي تسنى في اطار لا مسؤوليه. سيدي انا ما ناخذ حتى قرار، تمشي للجمع العام وتمشي للجمع العام شوف تمشي للجمع العام بتقرير مالي غير مكتمل اللي غير مصادق عليه وتخليه حتى هو مسؤوليه ديال المكتب اللي جاي من موراك، حتى هو خصو يدير جمع عام تكميلي. دونك هاد الاشياء كلها حنا كنا واعيين بها وحنا كنتحملوا المسؤوليه الاخلاقيه تجاه المؤسسه اولا، وثانيا لانه كنجمعوا داخل القلب ديالنا جوج ديال الحوايج، انه كاين المشجع اللي هو الاصل وكاين المسير. هادو جوج ديال الحوايج اللي كنمزجوا بهم. وكنعاود نرجع راه من حق الجمهور ينتقد، راه من حقه، وحنا معنا علاش نتخباو. الانسان ملي كينتقد شي حاجه الا كيشوف شي حاجه ما مرتاحش لها او لا عنده عليها قلق. وانا هذه الهاله اليوم كرئيس نادي الرجاء الرياضي انا فاهم وضعيه الجمهور، فاهمها وعارفها مزيان، وداكشي اللي كيقولوا راه عندهم فيه الحق، ولكن خصنا نكونوا منسجمين مع، خصنا نفهموا ملي نبغيو نطلبوا شي حاجه خصنا نفهموا. دابا اللي باغي يصلي واش غيصلي بلا وضوء؟ نتوضاو نحيدوا المنع وندوزوا للصلاه. يقلب على القبر ولا عنده ظروف يقدر يتقلب على القبر، يقدر يتيمم ما كانش الظروف. التيمم هو اللي كان بشحال هذه ما كان عندك لا منع لا والو. سادل هاد الازمه اللي طاحت فيها الرجاء البيضاوي اللي ارقام الفقه مهوله بطبيعه الحال كانت اخطاء فيها الموضوعي وفيها الذاتي كذلك.
ولكن انتم من داخل المؤسسه بطبيعه الحال عندكم واحد الرؤيه على الاخطاء اللي وقعت. صحيح. واش درتوا عفا الله ما في السلف، او فعلا وقفتوا على بعض الملفات اللي بحق اللي غير لم تكن منطقيه واللي كان اسبابها اشخاص. سير حنا نجاوبك مؤسساتيا. دابا ملي كيسالي الموسم المكتب المديري كياخذ التقرير المالي ديالو والادبي. مزيان. سابقا شنو كان الاختصاص المصادقه يعود الى الجمع العام منخرطين كيعطيك التقرير المالي ديالو الى صادقوا لك عليه بغض النظر على المضمون. انتهى الكلام باش نكونوا متفقين بغض النظر على المضمون شنو فيه. يقدر يكون تقرير مالي شبعان اختلالات، اكثر من مره كيكون تقرير ديال الخبير المحاسباتي فيه اختلالات وكيدوز مزيان. دابا القانون تبدل، الجمع العام كيجي يتداول في التقريرين الادبي والمالي، يعني يتم مناقشتهما ياك. واللي عنده شي تحفظ او اللي عنده شي حاجه على شي معامله ولا هذا شوف اسمى درجات الاختلاف هي التقاضي. صحيح. التقاضي اوليو نبقى نشد واحد الرابور ونبقى نخلق في ان بوليميك ولا فو ديبا وهنا وهنا وهنا. اسيدي عندك تحفظ يمتلك ما يكفي من الجرأة وديه وسير ودير المسطره القانونيه ديالك. وحنا عندنا الثقه في القضاء ديالنا الا كاين شي اختلال اللي حصل خصو يودي. نعم. غير جوج اسئله بسرعه قبل من النقطه ديال الجماعه، وانا شفتها عبد الحق السوادي ونجاوبوا عليهم. قلنا جانا سؤال من الصحفي زميل الاعلامي احمد عداله التونسي في راديو موزايك، قال لك سالنا رئيس الرجاء على وضعيه المدافع التونسي هاني عمامو. وكاين سؤال اخر كيهضر على شنو الراي ديالكم المكتب في شي بوليميك كان وقع في لي ريزو سوسيو في هذه السيمانه في لاباج رجاء، وشكون المسؤول في لاباج ديال الرجاء، واش غطريتو مزيان هذا الكوتي ديال الديجيتال ديال فريق الرجاء الريالي. كان شحال ديما واحد الشركه جوبونس دابا ما بقاتش شي شركه. تفضل من بعد نشوف السوادي ونمشيو للجماعه. شوف بالنسبه للاعب التونسي يتدرب مع الفريق الوضعيه ديالو نفس وضعيه باقي اللاعبين، كنتمناو انه ناهلوه. شي ديفونسور داك لاكسيال اكزاكتومون. لا زياده لا نقصان. لا زياده لا نقصان. كاينش اخبار تروج انه غادي غادر ما غادي غادر؟ نو لا هادشي ما كاينش. هو عطاك الجواب للصحفي التونسي. هادشي ما كاينش. اللاعب حنا انتدبناه مع باقي اللاعبين اللي كاينين، شارك في المقابله ديال العين، كان في التربص الاعدادي، عنده ان بلون ديالو، يعني مساله عاديه. النقطه الثانيه ديالاش ديال لي ريزو سوسيو جاني ميساج كان شي بوليميك في لي ريزو سوسيو. كان واحد الاشكال وقع، حنا بصدد الدراسه ديالو دايرين فيه واحد البحث وغادي نشوفوا شنو النتائج. الاشكال ديالاش شي اللي وصل لك بوليميك باش نعرفوا السؤال علاش ما عرفتش الاشكال ديالاش. واش بوليميك متعلق كنظن بشي حاجه حطت غلطه في لاباج بالنسبه لكم نتوما؟ كان واحد لا بوبليكاسيون ديال واحد لو لوغو اللي كان متعلقش بالرجاء. لا متعلقش بالرجاء، تحط بواحد الطريقه خاطئه تخلق ان بوليميك. هذا ان بوليميك اللي عنده بزاف ديال لي ديبا. دونك حنا كنبحثوا في الاصل ديال المشكل المعالجه. واحد السؤال يعني هاد الديبا هذا ديال لي لوغو ديال الانديه، يعني ربما مازال مادام طرح ايوب السؤال نكملوا السؤال. هو امر يتعلق باللوغو ديال فريق الوداد. كان في البدايه تحطات يعني المنشور فيه اللوغو العادي ديال فريق الوداد فيه جوج نجمات، من بعد تم يعني تحط واحد اخر فيه نجمه وحده. شنو الموقف ديالك انت من هذا الشيء كرئيس هذا ديال المواقع هاد الضيبه؟ حنا شوف سي جمال، باش نجاوبك حنا مؤسساتيين، حنا ما توصلناش بلي لوغو الانديه من عند العصبه صافي ولا من عند الجامعه. توصل باللوغوات الرسميه نستعملوا اللوغوات الرسميه. انا ما فهمتي، هذا هو التصور ديالي. هذاك سي ان نوتر ديبا. شوف خصو وقت ومكان ونيه صادقه للنقاش باش نعرفوا اكزاكتومون كيفاش نديروا القدام. نمشيو سميتو السؤال السوادي ونمشيو جماعه السوادي من بعد نمشيو ديمارو في نمشي لي غير في قضيه كنشكرهم من بعد على الشفافيه في التواصل، لان تكلم بزاف على التواصل، وهذا هو اللي خلق ديك الثقه بين المكتب المسير وبين اللاعبين اللي كانت تصبر. لان انا متبع بزاف لي جوور سيرتو لي اون اكتيفيتي. ما كتظنش سيدي عادل بان نورمالمون التفاقم ديال هذا الشيء ديال ليتيج وهاد لي مونطون وكان السبب واحد 90% عدم التواصل. لان الناس اللي كانت كتعيط، لان عندي يعني معلومات بان الناس اللي كانوا كيتسال، كان اللي كان تسال 80 مليون ولا كيتسال 500 مليون. لو كان تواصل وكان يعني كيف كنقولوا حنايا جبر الخاطر بطريقه مباشره ما كناش نوصلوا لهذا الشيء هذا. وشوف هو صحيح، ولكن عاوتاني كيقول لك اللي قال العصيده بعدا يدير فيها. شوف علاش حنا ما بغيناش نلتفتوا للوراء
اسهل حاجه هو التملص من المسؤوليه. هي تمسحها كل شيء في الماضي. شوف وكاين شوف التملص من المسؤوليه سهل. اسهل حاجه تبدا تقول تحيد المسؤوليه عليك. شوف حنا جينا نادي الرجاء الرياضي في تحملنا المسؤوليه اليوم هي مسؤوليه ديالنا كاملين. في الحوارات ديالي ولا حتى في الخطاب ديالي لا مع مؤسسه المنخرط لا مع الجماهير راه كنقول دائما ونعاود نقولها كلنا اجرمنا في حق هذا النادي بدايه من نفسي. وإلا كان الانسان ما عندوش هذه القناعه هذه وما كناش كنقدروا نوقفوا ونديروا واحد النقد ذاتي ياك باش نعرفوا اشنا هي الاخطاء اللي درنا. الاخطاء اخطاء جماعيه ديال المنظومه متعلقه بمنظومه. عندنا واحد الطموح واحد الرغبه باش نمشيو الى ابعد نقاط جميع المنافسات. المسيرين والجماهير بهذاك الطموح كنمشيو في قرارات غير محسوبه العواقب. تعاقدات كبيره وهذا اللي اكبر من وخطاب شعبوي في بعض الاحيان. خطاب شعبوي اكثر من المداخيل ديال النادي. دونك حنا بامكاننا نخلقوا هذه اللحمه ديال الجماهير تطمح الى نتائج رياضيه كبيره، الى نادي مؤسساتي مهيكل، الى نادي يشارك باستمرار في العصبه الافريقيه، يعني ونرجعوا المساله الرياضيه سواء وطنيا او اقليميا بالامكان، ولكن بمنهج اخر اللي هو منهج ديال الحكامه وحسن التدبير وشويه ديال الصبر من اجل بناء على المكتسبات اللي عندنا. ما بقيناش شوف نادي الرجاء الرياضي ما بقاش كيستحمل العوده الى الوراء. فيما تبنى شي حاجه خصنا نريبوها ونعاودوا نحاولوا نبنيو. حتى الجماهير راه واعيه. صحيح شنو جمع باقا ربع ساعه. لا غنسول السي عادل من خلال المضامين ديال اللقاء ديالك ككل والاشارات اللي كتعطي خصوصا موقفك من مول الشكاره من بزاف ديال الاشياء. واش فعلا عندك طموح انك تستمر كرئيس يعني بكل ما فعل الكلمه موافق مصدق عليه بطاقه الجمع العام؟ سير روح نجاوبك واحد القضيه. حتى انا مول الشكاره ما كنقولهاش. سمعتي؟ والله العظيم ماشي انا والاخوه اللي معايا غير حنا كنشتغل في اطار نكران الذات، ولكن باش نصحوا واحد بعض المفاهيم هذه. نادي الرجاء راه مؤسسه قائمه بذاتها. الناس اللي كتجي كتسير راه كتسير طواعيه، حتى واحد ما فرض عليها شي حاجه. اللي بغى يبقى اللي بغى يمشي. ولكن ملي كنجيو كنتحملوا المسؤوليه ياك عبدو ربيه. كنحاول انه شوف انا في واحد القضيه، انا جو سوي با ان بيردون. كندخل لشي حاجه كنبغي نربح، فهمتي؟ لا في مسائل العمليه ديالي ولا الشخصيه ديالي ولا هذا ولا هذا ولا هذا. انا انسان عصامي تكونت هنا باش واحد القوس بغيت نفتحو. بعض الاخوه كيقول لي جبتي العقليه الامريكانيه. لا ماشي عقليه امريكانيه، هلا ما العقليه المغربيه غير كافيه النهوض بهذه المسائل هذه. لا حنا كنتعلموا غير من براني، بالعكس حتى حنا عندنا عقليات وعندنا اشياء اللي كيستافدوا من الناس. الخصوصيه اكزاكتومون. غير هو حنا اليوم باش نجاوبك على مول الشكاره وهذه نشتغل في اطار نكران الذات. راه كاينين معنا ناس في المكتب وفي منخرطين. راه نفاجئك اللي قلت لك شنو هي المبالغ. شوف المبالغ اللي عطاو. شوف وفي صمت يعني الحمد لله. ملي كنا كنوقفوا ما كاينش شي شخص او شي جانب اللي عبد ربي كنت كنتصل به وكيقول لي لا. اللي كنتصل به كيقول لي مرحبا، ما كاين حتى شي اشكال. وهنا كنبغي نشكر الجميع اللي ساعدنا الموسم الماضي وساعدونا حتى في هذه الفتره هذه ديال بعد نهايه البطوله. ساعدونا الشركاء ديالنا والمنخرطين ديالنا وحتى الجماهير ديالنا. راه توصلنا بواحد القدر مهم فيما يخص بطائق الاشتراك اللي كنبغي نشكر الفصائل ديالنا لانه لبات نداء وتونجاجات معنا في هذه المسائل هذه. تشراو كاملين ما شاء الله انه خذوا 10,000 بطاقه كلها والتزموا بها. دونك اللي قصدت واش التغيير غادي يكون من الداخل. هادشي اللي قصدت. كيفاش التغيير يكون من الداخل؟ غادي يكون لا كان يكون شي رئيس الموافقه لا غادي يكون السؤال واش غترشح الرئاسه هذه السؤال بشكل مباشر. بلاتي بس شوف سير روح لي. انا واحد الانسان كنبغي نطبق القانون. انا ما كنامنش بالاعراف. انا كنأحد الاعراف كتخلق لنا العشوائيه والعبث. القانون حنا بعد تفعيل اليه الشغل القانون اش كيقول؟ كيقول نائب الرئيس يتولى الاول او الثاني يتولى مهام الرئيس الى غايه اقرب جمع عام. مزيان. هذا الجمع العام خاصو يكون جمع عام انتخابي. فهمتي؟ انتخابي. دونك حنا طبقنا القانون كمؤسسه، درنا داكشي اللي كان خصو يدار. ما كانش يمكن لنا نستمروا
في هذاك الاطار الرمادي اللي شي ما عارف شكون اللي غيتحمل المسؤوليه. وبطريقه اخرى زعما السؤال هو واش عادل كجمع انتخابي هل سيقدم انا نجاوبك بكل صدق قلنا بصراحه والله العظيم في اطار هذه الاشكاليات اللي كاينه ما خديتش 10 ديال الدقائق باش نفكر في هذا القرار هذا، رغم انه كنسمع ناس كتقول انه انا عندي لائحه موجوده وعندي كذا وكذا. شي انا كاع الا بغيت نفكر مثلا انا ما غاديش نلقى من احسن من الناس اللي معايا دابا في المكتب المديري. حنا جينا ببرنامج وجينا بواحد الشعار ديال تصحيح المسار وبناء النجاح. مزيان بدينا فيه حققنا فيه تقريبا واحد شوف لو كوتي سبورتيف 100% فهمتي، وكان تاريخي على جميع المستويات بدون هزيمه، يعني حطمنا ارقام قياسيه مزيانه. المستوى المالي والقانوني والهيكلي وهذا درنا بزاف ديال الاشياء اللي هي ما بيناش، ولكن سواء بقينا او مشينا اللي كنتمنى هو انه هذه المكتسبات ما نحيدوهاش نبنيو عليها. وثانيا اخلاقيا سواء عادل هذا بقى ولا مشى، انا الا كنت غادي نمشي اللي غادي يجي موراي انا كنواعدو، انا واحد الانسان مواظب على العمل ديالي، وملي كندخل في شي حاجه الناس ربما كيعرفوها عادل هذا ربما تنحطمت رقم قياسي هذا الموسم في عدد السوايع اللي كنت كندوز في الاكاديمي دي كلوب باش نصل على جميع الملفات. ولكن اسدي عادل جيسكا بريزون ما جاوبتيش على السؤال. نكمل لك انا نكمل لك باين الا بقيت ولا مشيت الا كنت غنمشي في حالاتي انا كنواعد اي واحد جا بانه عادل هذا غيدير معاه احسن باساسيون داز في التاريخ ديال النادي الرجاء الرياضي. ودابا راك علاش غنقول لك علاش باش نحيدوا داك لو فيتور بوليميك ديال خلاو ليا فعلوا ليا اي حاجه كاينه. حنا شوف حنا ما كنسيوش في دواليب الكا جي بي ولا اف بي اي، هذه جمعيه رياضيه الملفات ديالها امانه عندنا، بقينا احنا غنشتغلوا عليها بصدق وبجديه وبحكامه. ربما الحكامه احيانا ما كترضيش الجميع وما غاديش ترضي الجميع ولا يرضى عنك الجميع، هذه المساله احنا عارفينها، ولكن اللي غادي يجي من مورانا كنواعدوا بانه غادي نسلموه ان دوسيي بروبر. غير هو كنقول لك وي تفضل ناكدها بانك راك كتهرب من لا ما كنتهربش. خلي خويا عادل سي سوادي تفضل. انا لان داك الشيء اللي كنسمع انا الرجاويين راه ما ماشي راه كنخرج يعني كنبرك مع الرجاويين بزاف مع دي زاديرو مع داك يقول لك بان هذيك كيقول لهم قلبوا على انا بغيت نشوف الجمع اللي جاي يعني بكل صراحه كنظن انا كنعرف قريوان 31 اوت كنعرف عادل هو كان على راس سيرتو لا ريستركتوراسيون ديال لادمينستراسيون تو سكي سباس او نيفو ديال رجاء، ولكن دابا كان على تيت سي بودريق الله يفك الوحيد ديالو ورجع للوليدات ديالو. دابا وضعيه اخرى. واش عادل هذا كي بروجيتي انه يكون بريزيدون ديال الرجاء؟ وانا جاوبتك سي سواد. شوف صمت ليها انا نجاوبك شوف انا غادي نجاوبك شوف الا دخلت دابا في لو مود الكتورال دابا خصني نوقف كاع داكشي اللي كندير وخصني ندور ونبدا نعيط للناس اجي انت معايا والله ما مسالي داكشي. عندي ملفات اللي شوف دي فوا كنخرج من داري مع 7 الصباح كندخل حتى 12 الليل لانه عندي ملفات اكثر من واش غادي نطرشح. ولكن كاين اجل سولني في الاجل يعني اجل قريب حتى توضع اللائحه بين يوصل الاجل وديك الساعه انا دابا ما كنطالبكش ديك الميكرو تو سكي الكتورال. انا كنتكلم معاك عادي هلا حاليا دابا هو معنا في راديو. شوف الاعضاء خلينا تفضل سي سوادي. انا قررت نفسك اش كتقول اش غتقول للجماهير الرجاويه؟ مرحبا. كيفكر كفريق عمل. لا واش باغي يدري داك الشيء؟ لا باين. شوف انا قلت لك دابا حاليا باش ما نكذبش عليك حاليا ديك الجلسه ديالي بيني وبين نفسي لانه هذا قرار مهم وماشي تميديتي فيها باش شوف عاوتاني شوف الانسان خصو يكون انسان مسؤول. وكاين حاجه اخرى اللي ما بان مرشح ماشي مساله ديال اللي ما بان شوف حتى ما باش ما مرشح ما بغيتش نرشح انا مثلا الجمع العام سيدو نفسيه. دابا حنا كندويو بكل منطق. منصب رئاسه نادي الرجاء الرياضي راه كرسي ساخن ومشتعل. نزيدك كاين الناس اللي ربما يتلاحوا ذاك الكرسي باي ثمن كان. انا واحد الانسان كنحسب الخطوات ديالي فهمتي، لست انتهازيا ولست وصوليا فهمتي، لا احمل لا قبعه سياسي ولا هذا ولا هذا. انا ابن المؤسسه
يعني خبرت الظروف ديالها على جميع الاصعده. الى اليوم انا في مركز القرار ولا هذا، خليني ندير العمل ديالي في هذه المرحله، لانه عندي اولويات، عندي منع خصو يتحيد، عندي انتدابات، عندي مسائل ماليه خصها تشوفها، وعندي الجمع العام اللي جاي. من هنا للجمع العام حسب المعطيات، الاخوه اللي معايا كنأكد لك المكتب المديري بانهم بالاجماع منسجمون وباغيين يكملوا. لاش؟ لانه المشروع كامل جبناه جميعا في استمرار هذه المؤسسه هذه. دونك من هنا الاجل القانونيه لفتح سميتو طلبات ديال الترشيح، هناك ان شاء الله سوف تتصدق الاجل ان شاء الله لكل حادث حديث. بغيت نسولك انا في هذا الاطار، تكلمت على فريق العمل، بغيت نسولك على الابراهيمي الاله، يعني العلاقه معاه، واش جزء من هذا الفريق الا كنتي ولا؟ عبدي شوف، عبدي لا اولا اخ وصديق. العلاقه ديالي بعبدي ابراهيمي قبل ما نكونوا جميعا في المكتب المديري، يعني علاقه احترام، علاقه قويه جدا. فهمتي؟ بالعكس ما يحاول البعض انه يروج. وراه ولد درب سلطان تا هو. شوف، من بين الاشخاص اللي اشتغلوا بجد وكانوا مع هذه الآلة في المرحله ديال السفر ديال الرئيس والمرض ديالو، من بينهم عبد الله ابراهيم. دونك كنوجهوا ليه التحيه. وعبد الله رجاوي، شوف، يشتغل ليل نهار، اسمع، سواء داخل او لا خارج المكتب، هذا لا يهمه. ولكن كما قلت لك احيانا الناس كتكثر على البعض. دونك بالمناسبه كنقدموا ليه التحيه وكنتمناو ليه عطله سعيده. وفي اخر الامور الهامه ايضا عندكم رحله للنيجر، تقادوا الامور، والرجاء واش لاقين فين غيستقبلوا مباريات دوري ابطال افريقيا، خاص الدور التمهيدي الاول والثاني ودور النيجر. اصلا مقابله في النيجر مباراه الذهاب في النيجر. لا واش غتلعب في النيجر ولا لا؟ في النيجر اوفيسيال السبت مع الخال الاوضاع قطعتوا الفول واقيلا. بيان سور. انا نتسنى حتى لا باش نقول مره. انا طرحت السؤال باش الناس الحمد لله قطعنا الفول ديالنا، والحجز في الفندق كاين وكل شيء. الفريق غدا غادي يمشي ان شاء الله الخميس، غادي يوصل الجمعه صباحا باكرا للنيجر، عندهم حصه تدريبيه. يوم السبت عندهم المقابله، ويوم السبت ليلا يمشوا للمطار باش يكونوا هنا الحد. الروتور واش بصح جديده؟ شوف دابا نجاوبك، بقى لي سيمانونس. دابا العربي الزاولي ان شاء الله غادي تأومولوغا في هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم. يعني اللمسات الاخيره غادي تأومولوغا صافي. اللمسات الاخيره دارت دابا دونك محليا ولا من الكاف؟ كيفاش؟ واش محليا ولا لا محليا أومولوغا. يعني شوف، فيما يخص ماتشات ديال البطوله في العربي الزاولي، البطوله والكاس، دابا غير قال لك ويكلو دفتر التحملات ديال الكاف كانت عندهم بعض الملاحظات اللي الشركه المكلفه باعاده التهيئه قد ذاتها. هذا تخرج للجنه، احتمال كاع اليوم الخميس او الجمعه غادي يشوفوا الملعب، غادي تأومولوغا، غادي تحط في لا بلاتفورم باغ لا فيديراسيون بانه اون ان دوزيام ستاد اومولوغي. هما غير يحطوها، حنا اون فا دوموندي لو شونجمون دو ستاد. يعني غادي نعطيو الفريق ديال النيجر اسبوع كافي باش اذا كانوا داروا شي حجز شي فندق واحد اخر قريب للجديده ولا باش يعاودوا يقادوا المسائل ديالهم. كيبقى هذاك خيار لما كانت ما كانش لا عندنا واحد الاجال وما بين جديده والدار البيضاء ماشي. كنا سمعنا كان منع على فريق الرجاء راه حضور الجمهور 2 مباريات في اخر مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا، ومن غير من الظهور ياك. لا ماشي المنع ديال الجمهور، غير في مركب محمد الخامس. اوكي، دا المباراه تكون بالجمهور، المباراه ديالنا ان شاء الله بالجمهور. وعندكم شي تاريخ محدد تعطاكم امتى غيتفتح مركب محمد الخامس والحدود الساعه؟ لا ما عندناش تاريخ، لا ما كاينش تاريخ. لا تركز افريقيا باذن الله. داكشي وعلاش مقفول؟ دابا هاد الاشغال ديال الصيانه علاش كاينه؟ اعدادا لاش الكاس افريقيا. وي دونك المنطق يقول انهم بعد كاس افريقيا. اخيره وخا ما كافياش، يعني سؤال كينسيستي مع احد الاصدقاء، واش عادل هلا يؤمن بالمدير الرياضي؟ عادل هلا، شوف انا اؤمن اولا بالمشروع الجديد ديال تكوين شباب، لانه مشروع اساسي ولبنه من اللبنات اللي غادي تكون كنتمناو انه تاسس لواحد النقله نوعيه واحترافيه في كره القدم الوطنيه. بالنسبه للمدير الرياضي طبعا اؤمن بالمساله ديال المدير الرياضي، لانه الفروق الكبرى اللي كتكون عندها استراتيجيه اون فيزيون باش توصل لها، خاصك يكون عندك ان بلان داكسيون لا استراتيجي. شوف الرؤيه، عندك الرؤيه والاهداف، طريقه العمل. المدير الرياضي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومه، لكن علاش حنا ما عندناش مدير رياضي؟ دابا مثلا بغيتي تجيب مدير رياضي،
خاص تكون عندك استراتيجيه متوسطه المدى وبعيده المدى. ما يمكنش انت كتشوف حد نيفك باغي تدي غير البطوله والكاس وتمشي وتونجاجا مع مدير رياضي. حتى هذا المدير الرياضي ملي غادي يجي وغادي لك ان دياغنوستيك ديال الاشياء، غادي تلقى بانه التصور ديالو والتصور ديالك مختلفين. حنا في التصور ديالنا تحاولوا تبدلوا التصور. صحيح. لا هو غيمشي مع التصور ديال النادي. دابا وفق امكانيات النادي. مزيان. دونك دابا حنا كيف ما قلت لك من نهار جينا وحنا كنسيروا. شوف في الاستثنائي ما خديناش النفس فين نجلسوا. شوف ملي كان السي محمد في المغرب كان عندنا واحد الاتفاق، هو كان مكلف بالاشياء اللي عندها علاقه باللاعبين والشق الرياضي والمدرب وهذا، وانا كنت مكلف بالاشياء الهيكليه ديال اعاده ديال بناء واحد المؤسسه قائمه بذاتها. هو الاتفاق اللي كان وهذا هو الشيء اللي كان تنشر فاش تنشروا اعضاء اللائحه ديال المكتب وهذا وتحديد الاختصاصات. كان عادل هذا مكلف بالهيكله العامه للنادي. مزيان. فالسي محمد مراد خرج ارض الوطن، يعني كان خصني ناخذ هذه المسؤوليات كامله. للاسف انه لو طون والانرجي مشات للتدبير اليومي. انا ما ندخلش معايا دخلت معك شي تفاصيل وحده اخرى ديال التدبير اليومي. والله تيهرب لك، ولكن اسمع شوف ولكن ما نبغيوش ندخلوا في ديك التفاصيل. قبل تهرب انت دابا. لا شوف الصديق ديالنا انا شوف انا ما عنديش على الصديق ديالنا في اورلاندو ايوب تحيه لايوب كيسول على بطائق، ما عرفتش قال لك بطائق شريناهم فين نقدروا ناخذوا، ما عرفتش بطائق كيتكلم عليها. سولينا بطائق الشراء كنهضر على بطائق الشراء كون ليفريزون. يلاه خرجوا الاسبوع هذا بدا لو بروميير جور كان لا سيمين ديرنيير جو بونس لو ماردي بداو تحطوا يعني غيوصلوهم بيان سور غيوصلوهم يعني واخا خارج كتوصلوا حتى خارج ارض الوطن بيان سور فيما بغا يكون. واش هذا الى ايوب اورلاندو اللي يجي يلقى عندي حيمولي عبد الله ايوب اجي تلقى عندي حيمولي عبد الله تحيه لايوب. لا ولا مشيت الديالي. شكرا لك صافي شكرا بزاف عادل هلا. مرحبا جزيلا. انا بغيت كلمه اخيره. تفضل كلمه اخيره للجماهير ديالنا. شوف حنا عندنا ظروف استثنائيه باش ننجحوا خاص الجميع يوعى بهذه المسائل هذه. الاشكاليات اللي كاينه ديال كنسمع شي كلمات التقشف. اشنو هو التقشف؟ التقشف هو اصلا ملي كيكونوا عندك الفلوس وكتكون بخيل وكتقشف في الاستعمال ديالها. ما عندكش باش تقشف كاع دابا. انت ما عندكش باش تقشف. لا هذيك كتسمى الحكمه. لا ودابا حنا كندوي حتى المصطلحات. شوف كاين بعض المصطلحات اللي كتعاود كتردد باش هذه فرصه ديال انه كتسمع الا ما قادرش حط السويرتات. اولا الانسان هادشي اللي خلانا وصلنا لهاد الحاله اللي حنا فيها دابا. المؤسسه خاصها واحد النوع من الاستقرار. على ما كانش الاستقرار ما تقدر تبني حتى شي حاجه، لا شيء. نشوفوا غير اقليميا الانديه مثلا اللي حنا بغينا نكونوا بحالهم ولا كنطمحوا، اش كان عندهم استقرار اداري، عندهم استقرار مؤسساتي. تخيل انه نادي كيبدل المدرب حتى 3 مرات في العام ما كتحش بها. علاش؟ لانه كاين واحد غدا. حنا كنطالبوا شويه ديال الصبر. ان شاء الله الجمع العام جاي والمؤسسه راه غادا تاخذ القرار اللي كيبان بانه صحيح، سواء عادل هذا بقى او لا مشى. اهم حاجه عندنا هو النادي ديالنا يستمر في هذه المسيره ديال تصحيح المسار وبناء النجاح. ونتسناو الاجل ديال المهم الجمهور يردد هلا لا 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 النتائج. لا شوف الاغنيه الشهيره. لا بلاتي هو دابا بغى يسالي لي معنا بلاتي اسمح لي. انا قلت لك كلمه اخيره خذها دابا الصيفي. لا شوف انا كنقولوا كنعاودها. الجمهور هو راس المال الحقيقي ديال النادي، سواء المادي ولا مادي، لانه المسير حنا كنسيروا وعندنا نتائج ايجابيه وكندخلوا كنلعبوا في تيران خاوي. كنبغي نبكي انا. ما يمكنش هاد لا بيرفورمانس كانت عندنا العام اللي فات والنتائج وانه نلعب في مدرجات خاويه ولا ما نلعبش في مركب محمد الخامس. دونك حنا الجماهير على راسنا وعينينا، وحنا الواجب علينا هو انه نشتغل باش هاد الجماهير تكون سعيده. حنا اللي كنطلبوا هو انه الجماهير حتى هي في المطالب ديالها تكون منسجمه مع الواقع، تعرف بانه القانون تبدل. ما كاين حتى شي مشكل دابا يجيب 4 مليار. كان انا دابا نوض نسلم عليه ونجيبو ونجلسوا هنا ونقول لي انا نشتغل عندك بدون مقابل المده اللي بغيتيني تنكمل معك لا باساسيون، ما عندي حتى شي اشكال. دونك هذه رساله للجماهير الرجاويه. دونك هذا هو الواقع وكنتمنى واحد سعيد النادي ديالنا. شكرا. تحيه للمستمعين والمستمعات. نبيل وطارق.